حضراتكم في أولى مناظرات سائل الصاوي ضمن مشروع صوت الشباب العربي. أولا احنا يعني اعتذار واجب لحضراتكم جميعا عن التأخير يعني لظروف تنظيمية، بنعتذر لحضراتكم جدا عن هذا التأخير. الحقيقة إن بعد الثورة تحديدا في أكتوبر 2011 المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع مؤسسة أنابل عملوا مشروع اسمه مشروع صوت الشباب العربي. هذا المشروع كان بيهدف في الأساس إلى تنمية ثقافة الحوار. خلوني أقول لحضراتكم إحنا النهارده بصدد إيه تحديدا؟ معظم الناس بيظنوا أن كلمة مناظرة كلمة سيئة السمعة، وإن كلمة مناظرة هي عبارة عن مباراة للملاكمة بين فريقين، المفروض إن كل فريق يعني يسعى إن هو يهزم الفريق الآخر بالضرب الأبيض أو حتى بالنقط، وده من خلال ما صدر لينا في خلال سنوات سابقة من عدد من الناس اللي كانوا بيشاركوا في مناظرات فكانوا يحولوها للأسف الشديد لخناقات. أعتقد إن إحنا مش بصدد ده النهارده، إحنا مش بصدد خناقة، إحنا بصدد حوار مثمر وبناء بين فريقين من المبدعين ومن الشخصيات اللي لهم احترامهم في المجتمع، ومن الناس اللي كلنا يعني نتفق أو نختلف يعني معهم، لكن لا نختلف عليهم وعلى دورهم الوطني وعلى كونهم أصحاب مبادئ. احنا بيسعدنا النهارده ان احنا نقدم مناظرة حول الدراما المصرية بين التوجيه والواقعية، ويسعدنا ويشرفنا ان يكون ضيوفنا في هذه الندوة. هبدأ من اليمين الكاتب والمسرحي الكبير الأستاذ نيمين الرملي، الكاتب والشاعر والسيناريست ورئيس نادي الزمالك القادم مدحت العدل، دكتور مدحت العدل. وفي الفريق الآخر يشرفنا أن يكون معنا المهندس فاضل سليمان رئيس مؤسسة الدستور للتعليم في الإسلام. كما يشرفنا أن يكون معنا الدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم القرار الإسلامي العام. أنا نسيت أقول لكم إن هي كمان مش بالتسييف والتصفيق، يعني عشان أشرح لحضراتكم إحنا بصدد إيه. إحنا بصدد عرض الوجهتين النظر. حضراتكم جميعا هتسمعوا الوجهتين النظر، حضراتكم هتقرروا هتتبنوا أنهي وجهة نظر. في آخر نصف ساعة من هذه المناظرة وهذا اللقاء اللي نتمنى إنه يعني ينال إعجاب حضراتكم، هنسمح بمداخلات من حضراتكم للفريقين، هنسمح من حضراتكم بالاسئله او المداخلات اللي حضراتكم تشرحوا فيها وجهه نظركم، تبنيكم لوجهه نظر او رفضكم لوجهه نظر اخرى. كل ده هيتم خلال النهارده. عندنا 3 محاور رئيسيه. المحاور دي محدده من كل طرف بزمن معين في الاجابه على هذه المحاور او التساؤلات. اعذرونا لان دي اول مره نعمل هذه المناظره، ونتمنى ان نكون بحسن ظنكم فيها، وبنسعد طبعا بملاحظات حضراتكم ونسعد باي توجيه لحضراتكم في هذه المناظره. وسيكون السؤال الاول للطرفين في مناظره حول الفن في زمن الاسلاميين. نحن الآن البعض يطلق على هذا الزمن أنه زمن الإسلاميين، التيارات الإسلامية الآن هي التي تحكم هذا البلد بشكل أو بآخر. البعض يرى أنها تسيطر على مقاليد الأمور، في اتجاه آخر البعض يتخوف من العلاقة الملتبسة بين الفن والإسلاميين. السؤال: هل الفن في خطر بعد وصول الإسلاميين للحكم؟ الإجابة على هذا السؤال سنبدأ من هذا الطرف، الأستاذ نيمين الرملي والدكتور مدحت العدل في حدود 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الأول. يعني طبعا أنا مش عايز يعني حتة الإسلاميين دي بتنفي عننا احنا إن احنا مسلمين، احنا كلنا مسلمين، وبالتالي مش عايزين نعمل تفرقة من بداية الحوار. مش عايزين نعمل تفرقه من بدايه الحوار، لان احنا كلنا يعني انا شخصيا مسلم، انا مش ضد المسيحي بس انا شخصيا مسلم، وبالتالي لما نقول في زمن الاسلاميين زي ما يكون بينتفي عننا احنا الاسلام. لكن زي ما احنا بنقول في اي فصيل في الدنيا، الفصيل منقسم لالوان كتيره، الوان الطيف
من اقصى الشمال الى اقصى اليمين او من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، وبالتالي ليس كل الموجودين في السلطه الحاكمه كاسلاميين او كناس مسلمين او ناس بيتبنوا التيار الاسلامي كلهم ضد الفن، او كلهم على نفس الدرجه من الرؤيه او الفكر لموضوع معين جوه الفن. تسال حد على نجيب محفوظ فيطلعه يميل الى الدعاره، تسال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وهو محسوب على الاخوان المسلمين فيقول ان نجيب محفوظ شخص رائع وانه قعد معاه وانه حبه وانه ففي الاخر مش عايزين نحط كل الناس في سله واحده ونقول ان دول الاسلاميين. احنا في اشارات عندنا بتخوفنا من الرقابه على الابداع. في حاجات بتطلع في التلفزيون واصوات انا اعتقد ان هي بالنسبه لنا وبالنسبه يمكن للطرف الاسلامي اصوات شاذه بتعتبر ان الحضاره الفرعونيه حضاره عفنه، واعتقد ان دي مش ممكن تبقى نظره الاسلاميين كلها ليهم، بدليل ان رئيس الجمهوريه كان موجود في الاقصر وكان بيتفرج على المعابد. فالنظره العامه عموما نظره مش ما بتبقاش دقيقه، لكن هناك بعض التخوفات من ان يكون المنظور للفن دائما هو منظور كلمه انا ما بحبهاش ابدا اللي هي كلمه الفن الهادف، لان دي كلمه عايمه، لان اللي هادف بالنسبه لحضرتك مش هادف بالنسبه لي، وكلها ترتبط انا اتربيت ازاي وانت اتربيت ازاي، انا خلفيتي ايه وانت خلفيتك ايه، انا متربي فين وانت متربي فين. وكلمه فن هادف كلمه مطاطه ملهاش اي معنى، والا حد يقول لي ايه الهدف من المنمنمات والفسيفساء والعماره الاسلاميه؟ الهدف منها نظره جماليه لا اكثر ولا اقل. ما حدش عايز ينصحنا لما بنتفرج على جامع مبني جميل وفيه المعشقات والتعشيقات والحاجات دي يقول لي انت استفدت ايه اكتر من ان انا ابقى مبسوط وانا بتفرج عليه؟ حد يقدر يقول لي الموناليزا ايه الهدف من رسمه الموناليزا؟ مفيش هدف. اذا كلمه الفن الهادف كلمه مطاطه ملهاش اي معنى وتختلف من انسان الى اخر. علشان كده انا احب اللي يتكلم بشكل دقيق وواضح، وما نقولش كلام في العموم عشان الناس تبقى فاهمه ان اسخف ما في الفن هو الفن الذي ينصح ويرشد، زي الحاجات اللي كانت بتتكتب على كراساتنا واحنا صغيرين، اغسل ايديك قبل الاكل وبعده. الفن اللي من النوع ده لا يعتبر فن، وقد يكون بيت شعر واحد يكتبه نزار قباني اعظم 10 مرات واكثر فنيه من مئات القصائد اللي بتنصح وبتقول لك اعمل وما تعملش. استاذ مين؟ السلام عليكم. أنا بس عايز أتكلم على إن المحور كما فهمت يدور حول الإبداع. أوكي. حول الإبداع. ومشكلة الإبداع عندنا مشكلة قديمة. قبل فكرة الإخوان موجودة من أيام مبارك وأنور السادات وجمال عبد الناصر. الإبداع ده شيء مرتبط بالحضارة، دي كلمة مرتبطة بالتقدم على جميع المستويات، مش فقط مستوى الأدب، الشعر، الرسم إلى آخره. كل الاختراعات اللي حصلت في العالم خارج المنطقة العربية بتاعتنا، وطن حبيبي الوطن الأكبر، لأن كل الإبداعات وبالتالي الاختراعات كل اختراع هو إبداع، هو نوع من الإبداع. دقيقة يا أستاذ مين؟ دقيقة فضل لي على انتهاء زمن ده أنت تقول لي اسكت فورا. العفو. أنت ضيعت دلوقتي 20 سنة. لا مش عايز أتكلم كتير بس أنت اللي هتنبهني مش عارف. لأن أنا بتكلم في الموضوع زي ما أنا شايفه. إن هو أنت محدد الموضوع إن دلوقتي. لكن مين ما نقولش إن كان في حصر على الإبداع في العقود الستة الأخيرة وقبلها حتى. لكن ابتداء من 52 بقى في حظر أكتر على الإبداع من كان موجود قبل. أنا كنت صغير في أوائل الستينات، عشت عبد الناصر السادات ومبارك، وهذه اللحظة مش عايز أتنبأ
فيها حاجه دلوقتي تماما، في اشارات وفي حاجات، لكن المشكله عندنا مش في مصر ولا التيار الاسلامي دلوقتي، وهو الحمد لله موجود في المنطقه حوالينا. زي في الستينات ما كل النظم العربيه تحولت الى نظم عسكريه. دايما نتكلم عن عبد الناصر، بينما عبد الناصر جزء من الظاهره، لان كل اللي حواليه على فكره سوريا سبقت بثلاث انقلابات عسكريه. فالمنطقه كلها في حوالي 10 12 سنه. لو نبص من فوق بنظره القائد من فوق هنلاقي الكاكي غطى المنطقه كلها. دلوقتي هنبص هنلاقي الاخوله هتمر هتلون المنطقه كلها. وكاننا لم نتحرك كثيرا، ربما تحركنا الى الوراء اكثر، يعني ده في رايي انا. شكرا استاذ خالد. عفوا. شكرا. ست دقائق لان احنا ادينا للطرف ده 6 دقائق. الطرف كله اديته 10. انا اديته 10؟ ده انا حاسبها والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني هذه اللحظة التي نحن فيها الآن من هذه المناظرة العالمية يجب ابتداء أن نشكر ثوار 25 يناير ونقدر ونحترم دماء الشهداء والأبطال في 25 يناير و28 يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها من المعارك التي خاضها الشعب المصري ضد قبضة النظام المباركي وضد حكم العسكر. لولا هؤلاء ولولا دماءهم ما كان لنا أن نتكلم بهذه الحرية ونناقش تلك المواضيع، وبالأخص نحن يعني الإسلاميين لم نكن لنا أي حظ من المناقشات العلنية تقريبا في الفضاء العام في مرحلة ما قبل 25 يناير. النقطة أنا كلامي في المداخلة الأولى هو في 3 نقاط. النقطة الأولى هو كيف ننظر نحن الإسلاميون، والإسلاميون ليس معناها أنه غيرنا ليس من المسلمين، وإنما الإسلاميون هم الذين يتبنون الحضارة الإسلامية، الدين الإسلامي في الواقع المعاش، ويتخذونه دليلا وبرهانا في كافة مسارات حياتهم. أظن أن النظرة الإسلامية في الفن هي امتثال لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هو دي النظرة الإسلامية في السياسة، في الاجتماع، في الفن، في كافة مناحي الحياة. قل إن صلاتي العبادات ومحياي الحياة كلها ومماتي لله رب العالمين. وبالتالي فالفن هو من المجالات التي يجب أن تنضبط بالشرع ويجب أن تحدد بالمقاييس الربانية. والإسلام ليس دينا فلكلوريا، ليس دينا منزويا في الصوامع أو في بعض المساجد، ليس دينا فقط عبارة عن علاقة ما بين العبد وربه، وإنما هو دين فيه سياسات اقتصادية وفيه سياسات سياسية تحررها من المكيافيلية والانتهازية والدناءة وهكذا، وهناك سياسات تتعلق بالواقع الاجتماعي وهكذا. فالفن هو من المجالات التي يجب أن تنضبط بالشرع الإسلامي. النقطة الثانية سريعا الفن طبعا أنا هستشهد واحد من كبار المفكرين الليبراليين وأساطين التربية في العالم اللي هو جون دوي. جون دوي هذا رجل ليبرالي أمريكي له كتاب مهم جدا اسمه الحرية والثقافة، بيتكلم عن الفن في الواقع الذي نعيشه الآن، إنه الفن والسينما والدراما والمسرح هم المكون الأساسي للعقل الجمعي الأمريكي والعالمي، هم الذين يكونون وينشئون العقل الحقيقي للشعب الأمريكي والشعب العالمي. وبالتالي هو بيتكلم يجب أن تقنن هذه الفنون، يجب حتى قال إن لو قدرنا أن نضبط كلمات الأغاني التي تعرض على العامة لا واجب علينا أن نفعل ذلك. ثالث حاجة أخيرا، السينما استخدمت في الباطل وفي الحق. يعني لماذا كل العالم العربي الإسلامي يعرف اسم عمر المختار؟ علشان فيلم عمر المختار لمصطفى العقاد. ده على الجانب الحق.
لكن في يعني مواطن اخرى انا هذكرها بشكل سريع. واحد، انه النظام الناصري كان علشان يثبت مشروعيته كان بيعمل افلام تتناول حقبه ما قبل الثوره، فعمل مثلا فيلم القاهره 30 بيشوه ما قبل الثوره فيضفي مشروعيه على الواقع الناصري. السادات لما جه عمل نفس النظريه، عمل فيلم الكرنك علشان يتعرض لسلبيات الناصريه فيثبت مشروعه ويثبت سياساته. مبارك طبعا كان استاذ، عمل ايه؟ عمل فيلم البريء. فيلم البريء ده كان بيتكلم عن احداث 17 و18 يناير 1977 علشان يقول لهم ويقول لنا ويقول للشعب المصري هذه كانت سلبيات العهد الماضي، فانا في مشروعيه الان وليكن هذا تبرير لما يفعل في عهدي. طبعا هنتطرق بالتفصيل اكثر عمقا في المداخلات القادمه ان شاء الله. اتفضل يا دقيقه. السلام عليكم. طب انت نبهني. انا غلطان يا كمان قوي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عايز اقولها، انا مش عايز يظهر الموقف وكأن احنا مناظره بين اهل الفن واعداء الفن. لا، هذا مش حقيقي. انا اعتبر نفسي اصلا من المجال الفني عشان تبقوا عارفين. يعني انا راجل من ضمن شغلتي ان انا بصنع افلام، عامل انا فيلمين قبل كده وحاليا بدات الفيلم الثالث. فده معناه ان انا بتعامل طول النهار مع مصورين ومع مخرجين ومع مهندسين صوت ومع منتجين ومع موسيقيين. حمزه نمر عامل الموسيقى التصويريه بتاع الفيلم الثاني بتاعنا اللي هو الجهاد ضد الارهاب، واتعرض في سينمات جنوب افريقيا وسينمات النرويج وكده. فانا لست ضد الفن اطلاقا. الامر الثاني على الصعيد الشخصي، انا راجل بتذوق الفن اصلا عشان تبقوا عارفين. يعني انا برضه ده كان يمكن ما يعجبش بعض الناس الموجوده. انا شخصيا فسحتي انا وزوجتي واولادي اننا نروح سينما كل مثلا اسبوعين او 3. بس الاول احنا بنسال قبل ما بنروح هو الفيلم ده نضيف؟ هو في حد يا جماعه دخل الفيلم الاول؟ ما احنا بنقعد نحسس قبل ما نخش، ما دي مشكله الحقيقه. لكن عموما بنختصر، ومعظم الافلام اللي بندخلها افلام اجنبيه صراحه نادرا فبندخل فيلم مصري. ده على الصعيد الشخصي كمان. عملنا 30 حلقه اسمها اسلاموفوبيا في رمضان، كانت بتنزل في فرشه بكروج بتوع. كانت حلقه بتتناول شبهه من شبهات حول الاسلام وتنتهي بقصيده شعريه عملها شاب جميل اسمه زاب ثروت، وكلنا عارفينه. زاب موجود؟ زاب مش موجود. طيب، من اكسير، شركه اكسير، ومعاها لوحه مرسومه مخصوص عن هذه الشبهه. فده برضه برنامج اسلاموفوبيا. فاذا انا شخصيا بعتبر نفسي من قلب هذا المجال الفني، بل وارى كراجل بقى من الصعيد الدعوي ان الفن يوظف لصالح الدعوه ايضا. الرسول عليه الصلاه والسلام استخدم الفن لصالح الدعوه والغناء على في 3 احوال. الحاله الاولى لما سيدنا ابو بكر الصديق هم ان يسكت الفتاتين في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيغنوا، قال له ايه؟ دعهما حتى تعلم يهود ان في ديننا فسحه. اذا لدعوه الاخر، سيبهم يعرفوا ان الاسلام مش طول النهار عبادات فقط، سيبهم يعرفوا ان الاسلام فيه ترويح. السيده عائشه راجعه من الفرح قال لها غنيتوا ايه؟ ما غنيناش. ازاي ما تغنوش؟ يا مكاويه اتغيروا، انتوا مش في مكه، انتوا في المدينه، والانصار قوم يحبون الغناء. ليه ما غنيتوش اتيناكم؟ مقترح الاغنيه اللي كان الاولى انها تقال في الفرح. ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحادي يعني المنشد يصحبه في الاسفار وهم ماشيين، في واحد بينشد والناس بتردد وراه. فالفن ابدا ليس ضد الاسلام، وانا ارى انه لا يوجد اي خطر على الفن او الدراما او التمثيل او السينما في عصر الاسلاميين، بل سيبدا عصر الدراما والسينما الحقيقيه. لان للاسف الشديد احنا نسينا العالميه. ما عنديش وقت تزعقوا على فكره للاسف. احنا نسينا العالميه للاسف الشديد في العهد الماضي، ولا اعتقد ان الاخوان او السلفيين او الاسلاميين هم المسؤولين عن تدني الدراما وتدني الفن في عصر فاروق حسني وفي عصر حسني مبارك. يبقى ما ينفعش نسالهم عن شيء هم مش مسؤولين عنه.
يعني كايلا قلتها بس طبعا دي بتاعت حضرتك ربنا يبارك فيها جدا. بس كايلا قلتها ان انا مع جانب ضد الاخر، فاسمح لي المحور الثاني لا معلش فيه 10 دقائق. معلش ضروري يبقى فيه ردود على الحاجات اللي لان ما ينفعش يضرب مثل. اللي انا كنت بقوله ان وجهه نظر الانسان تختلف عن الاخر في الفن. يعني الاستاذ الدكتور حسام في تعقيب يا دكتور. في الدكتور حسام بيتكلم على فيلم البريء، خلاص من وجهه نظر ان ده كان معمول كي يدير النظام السابق. وقيمه الفن الحقيقي زي القاهره 30 انه ينفع لكل زمان ومكان. فيلم البريء بيتكلم عن الضحك على البسطاء باسم السلطه، ليس له اي علاقه بحسني مبارك ولا بزمن اللي قبل حسني مبارك، وكذلك القاهره 30. عشان كده انا بقول انت بتنظر للفن غير ما انا بنظر للفن، كل واحد فينا بيفسره بما يراه. دي من ناحيه ثانيه. ثانيا بالنسبه لان الفن الجيد هيبتدي، احنا بنلغي 100 سنه من سينما مصريه سادت العالم العربي كله وكانت القوى الناعمه. ما ينفعش نقول احنا لسه هنبتدي السينما عشان الاسلاميين جم. اعتذر عن ذلك، اعتذر عن دي لو كان ده اللي اتفهم، لكن انا اقصد الاغلبيه، لكن كان هناك فن هادف للاسف الشديد لا يتعدى ال 20%. اقدر ارد انا بقى على حته المشي. انا بس عندي نقطه صغيره بعد حضرتك، هي مساله ان اللي انا بيعجبني ما بيعجبش غيري. لا بالعكس، بس سيبني ارد على النقطه دي بس، ماشي؟ اللي بيعجب الفن الهادف ده تعبير مطاط. لا، في حاجات كلنا حضرتك كثقافه مجتمع مسلم ومسيحي وشرقي متفقين عليه. يعني النهارده بعض الشباب قلت لهم يا اخوانا شوفوا لنا ايه، يعني ايه اللي بيحصل في الفن يعني في مصر اليومين دول عشان نعرف يعني. فقالوا لي طب بص خدوا المقطع ده اتفرج عليه وطلع الكلمات. فجابوا لي مقطع لواحده اسمها بوس سمير. الاغنيه بتقول كلام انا ما اعرفش اي ثقافه اصلا من ثقافتنا كمصريين هتقبل ان واحده تقول حط النقط على الحروف قبل ما اطلع معاك على الروف. يعني انا بقول لا، في حاجات واضحه. واحده في مقطع اخر، واحده اسمها هوبا عامله اغنيه السكتش ان هي بتقدم لحاجه اسمها بره اسمها ديتنج ايجنسي. يعني عايزين يعملوا ديتنج ايجنسي عباره عن زي حاجات دعاره يعني. فعماله تقول كلام ايضا هعمل له كذا وهلبس له كذا وهرقص له كذا، مش معقول. فاذا جابوا لي برضه حاجه ممثلتين مشهورتين عاملهم في فيلم مؤخرا ما قدرتش اسمع اصلا. لا اعتقد حتى ان لابد الفن يكون هادف. وهل ده يعني حضرتك بتعتقد ان هو ده مثال فن او احنا موافقين ولا موافقين؟ الله اكبر، يعني اذا مش موافق على هذا. احنا مش معتبرينه فن بس زمان مجرد عدد يبقى التقدم هو لازم الاختلاف في فيلم انا سيبك من فوق الروف وتحت السطوح. لكن لما تتكلم على فيلم البريء، واحد من تحف السينما المصريه، لا يمكن باي حال من الاحوال اعتبره فن موجه. ولو كان فن موجه ما كناش حبيناه وكنا كرهناه، ما كانش الجمهور دخله ولا حب الفيلم. هو ده وجهه النظر اللي انا بختلف فيها. محمد؟ لا انا اقصد اقول يعني هناك اشياء نختلف ونتفق عليها، يعني في اشياء مش ممكن هنختلف عليها ان ده مش فن. لكن فيلم البريء لما نيجي نتكلم عليه او فيلم القاهره 30 ويقولوا ان هو كان بيبين المساوئ، هو ما كانش بيبين المساوئ، بيبين الفقر ممكن يحول انسانه عاديه الى داعره. ده ملوش اي علاقه لا بزمن ولا ببلد ولا بوطن. ودي قيمه الفن اللي زي فن نجيب محفوظ. حضرتك شفته؟ لا طبعا شفته. هو بس في حاجه انا حضرتك شفته من وجهه نظر؟ لا انا يعني مفيش خلاف انه عاطف الطيب يعني مخرج يعني ليس كالمخرجين الان. ومفيش خلاف ان الفيلم على المستوى التقني والكتابه والسيناريو والاخراج مستوى عالي جدا، بس هذا لا يمنع انه لما اتعمل في سنه 86 كان مقصود بيه انه ابراز سلبيات ومساوئ النظام السابق. يعني ما تقوليش حضرتك مثلا ثواني بس لا مش فكره الضماير يعني ازاي اخر حاجه بس يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه. فيلم الكرنك مثلا، فيلم حد عاقل يعتقد او لا يعتقد اسف انه اتعمل لبيان سلبيات وسجون ومعتقلات عبد الناصر؟ يعني مش ممكن حد لا يتكلم عن توظيف هذا الفيلم في هذا السياق الزمني لتدمير قوى الناصريه ومراكز القوى علشان تثبيت نظام السادات. القيمه في قيمه الفيلم مش كان معمول ليه؟ انا معمول ليه؟ لا ما انا حضرتك انا بتكلم في ايه بقى؟ انه السياسه اصلا السينما اخر حاجه انه السينما بتستخدم
عبر الرقابه وعبر التقنين وعبر رؤوس الاموال وعبر السياسه التحريريه الموجوده في البلد لتوظيفها سياسيا. كلنا كده، والقعده اللي احنا قاعدينها دي والمركز ده والمركز الثقافي البريطاني وجميع الجرايد وجميع الجامعات بتوظف ورؤوس الاموال بتوظف فيها عشان اتجاه معين، مش السينما بس، العالم كله بيتوظف بالشكل ده. عشان ندخل على المحور الثاني تعقيب بس بسيط لو لازم يكون لها تعقيب. ان دكتور حسام بالنسبه لفيلم البريء تحديدا كتبه الاستاذ وحيد حامد، اخرجه الاستاذ عاطف الطيب. لا اعتقد انه لو كان حسني مبارك انتجه كان هيمنعه كل هذه السنوات من العرض لكي لا يبرز مساوئ نظام السادات. هو عرض بعد ذلك، يعني عرض بدون مقاطع معينه وبعد كده عرض كاملا. المحور الثاني يعني اسمحوا لي برضه عشان يعني نحاول نرجع نظره ثاني لهذا الجانب. هبدا بجانب المهندس فاضل والدكتور حسام. المفروض ان هذا المحور فيه 10 دقائق، حضرتك خدتوا 3 من المره اللي فاتت، فاعتقدوا 7 دقائق بس فقط. السؤال هو لان اعتقد الاستاذ لمين هيبقى مهتم جدا انه يرد على هذا السؤال بعد اجابه حضرتك. السؤال هو هل استخدمت الدراما قدرتها على التوجيه وتنميط شخصيات معينه في تشويه شخصيات متغيرات بعينها؟ بمعنى ان هناك بعض الاعمال الدراميه يمكن كنا بنتكلم اثناء التحضير لهذه المناظره حوالين فيلم زي فيلم الارهابي اللي كتبه الاستاذ نهير رائع، ويظهر كل ملتحي على انه ارهابي. بعض الناس شافوه كده ان كل ملتحي هو ارهابي، وان معظم متلازمه الموسيقى والرشاش، يعني هو الموسيقى لوحده كان خلاص هو متلازمه الموسيقى والرشاش. هو طبعا النظم انا نص الوقت وقت. النظم الديكتاتوريه اكتشفت انه السينما والمسرح والفنون والدراما اداه رهيبه جدا لتغيير الراي العام وتدجين الراي العام التبرير للراي العام وهكذا. فبالتالي شرعت في استخدام هذه الوسائل. فوجدنا مثلا هنتكلم على حتى الدراما اللي اتعملت السنه دي، يعني مثلا باب الخلق جايبين واحد جاي من افغانستان قعد شهر في امن الدوله، كان بيكلموه بكل لطافه جدا، وبعد شهر خرجوه. انا اعرف واحد كان راجع من افغانستان في المطار، كان راح السعوديه ورجع على مصر، قال له 5 دقايق بس، قعد فيهم 15 سنه، يعني كل دقيقه 5 سنين، كل دقيقه 3 سنين. فالفكره في ايه بقى؟ انه اعطاء صوره معينه عن تيار معين وابراز بعض الشذوذ في هذا التيار وتعميمه، الهدف منه اسقاط هذا التيار شعبيا. طبعا هذا تم بشكل واضح وصريح جدا في مرحله ما قبل الثوره للتيارات الاسلاميه. يعني مثلا فيلم الارهابي فيلم طبعا لشيطنه التيار الاسلامي، للكلام. انا والدي كان بيصحيني الساعه 1 بالليل في بدايه التزامي، بيقول لي تعالى انزل شوف الفيلم ده علشان بعد 2-3 هتبقى زيي. جدتي كان بتقول لي وانا راجع مثلا من درس ولا حاجه، تقول لي شفت السنيه عملوا ايه النهارده؟ اقول لها عملوا ايه؟ قالوا دخلوا وقتلوا ومش عارف ايه. فالنظام المباركي في معركته مع الاسلاميين اصبح بيستخدم السينما والدراما والتلفزيون لاسقاطهم شعبيا والتبرير والتسويغ للاعتقالات والقتل والتعذيب وهكذا، لانه لما يسقط في العقل الجمعي هذا الشخص وهذا التيار، هذا مسوغ للدكتاتور ان يفعل بهذا التيار ما يفعل. وبالتالي ده كان واضح جدا في مرحله ما قبل الثوره. طبعا مسلسل العائله وتحريم الخيار وتحريم الموز وتحريم الحاجات الغريبه اللي تم ايرادها. ومسلسل العائله ده من انتاج التلفزيون المصري، وطبعا مسلسل الجماعه كان من انتاج برضه التلفزيون المصري. والاثنين وحيد حامد طبعا. الفكره في ايه بقى؟ الفكره بما ان احنا بنتكلم على عاطف الطيب، انا عاوز اتطرق نقطه مهمه قوي. عاطف الطيب في كل افلامه كان دايما في كل فيلم يجيب رقاصه. يعني في الهروب جاب رقاصه، وفي ليله ساخنه جاب رقاصه، وفي ضد الحكومه جاب رقاصه، ودايما يطلع الرقاصه بنت جدعه وبنت بلد وبتقف وارجل من 100 راجل وكده، صح؟ أقول لكم يعني في الهروب هلا صدقي
في ليله ساخنه كانت لبلبه، في ضد الحكومه كانت الممثله الاخرى مش فاكر اسمها، بس دايما كان يجيب رقاصه بنت جدعه جدا. ما علينا انه قد يكون هو ليه علاقه برقاصات جدعان او كده، انا لا يعنيني هذا، لكن يعنيني ايه؟ انه مع ان الرقاصه دي بتبيع جسدها للجمهور بمال، الا انه ممكن فعلا يكون منهم بنات جدعات جدا، وممكن يكون منهم بنات يعني اضطروا الى مثل هذا العمل. طب هل هذا تم تطبيقه على التيار الاسلامي؟ انا نفسي بس بمناسبه الموتوسيكلات، هل تم تمثيل التيار الاسلامي الاخوان او السلفيين او غيرهم باستاذ جامعي مثلا، بدكتور مثلا، بمفكر مثلا اسلامي، براجل كيميائي، براجل محامي؟ انا قدمت قصه حب شخصيه الست المنقبه بشكل رائع جدا، وجالي شكر من المنقبات. احنا في الاول وفي الاخر طب يا ريت قبل الاستاذ نبيل يعمل لهم سيناريو. يا دكتور حسام، احنا اصلنا المشكله جاي اتكلم على اشخاص بالظبط، احنا مش بنتكلم على افلام واتهم الناس بان قصدهم كده. ده بقى لما تودينا المحكمه يبقى ارفع قضيه وقول ان انا وفلان وعلان عملوا قضايا. احنا جايين نناقش قضيه قصد وحيد حامد قصد وعمل وخلى وفي كله والموتوسيكلات وقال حاجات مش هنفهم حاجه. الارهابي ما فيهوش كلمه اخوان مسلمين، بيتكلم انا هادي، بيتكلم عن الارهاب. مش هترهبني مفيش، لا دي مش مناظره. لو سمحتوا مش هتكلم على لو سمحتوا ده نقاش، مش جاي اتكلم على حد واقول ان ده بيقصد سواء كان حاضر او كان غايب. ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. لو سمحت يا جماعه، لو سمحت يا استاذ مين، لو سمحت يا استاذ مين، انا على فكره يعني والله الحمد لله احنا صبرنا بتاع 60 سنه بنتشون وبنتهاجم ولم نفعل هذا يعني. عشان ديمقراطية يا جماعه، دي حريه الابداع وحريه التعبير، دي حريه الابداع اللي هم عندنا. مش ممكن يعني ده انا ما اتكلمتش كلمه الا وقت مصدر او كلمه. معلش بعد اذن حضرتك انا ليا دقيقه هتكلم فيها. معلش، هو اصلا السؤال الدكتور حسام ما خرجش عنه. هل حصل تشويه لتيارات معينه؟ طبيعي ان مش هيقول ويسكت، ما عنده 7 دقائق يتكلم فيهم وانا ما بتكلمش طبعا، لكن لازم يضرب امثله. فهيعمل هو ضرب امثله، انا مش شايف مشكله ولا هو السب ولا هو عمل يعني بصراحه. انا شخصيا شايف ايوه طبعا حصل تشويه. وعلى فكره انا كمان شايف ان حصل تشويه. انا نفسي شايف حصل نوع من انواع التشويه والتضليل للشخصيه. حصل. خلينا بس يا جماعه على فكره ما بنتخانقش خالص. انا جايين هنا، انا جاي من بلد هما من بلد، احنا بنناقش موضوع اهم ومهم اللي هو الابداع. وانا وجهه نظري انا شخصيا هاجمت افلام وقلت ما معناه كان هناك تسطيح في مناقشه فكره ايه الارهاب اصلا، بغض النظر عن هو مقدم ابداعي ازاي. انت عشان تتكلم عن الارهاب هات جذور الارهاب من الاول، اتكلم عن الفقر، اتكلم عن ازاي الانسان ممكن تديله 500 جنيه فيقتل بني ادم بغض النظر عن ديانته، وهذا هو الارهاب. فعلشان كده انا شايف ان حصل فيه تنميط، لكن ما نقدرش يبقى فيه نوع من انواع الاحساس دايما طول الوقت بعقده اضطهاد، وان كل شيء اتعمل كان ضد التيار الاسلامي، لان ده مش هيفيد المناقشه. احنا بنناقش في افلام كانت سيئه وفي افلام ثانيه كانت كويسه، وفي ناس ما كانوش يقصدوا وكانوا بيناقشوا قضايا عامه تهم الانسان بغض النظر عن ديانته، الانسان المصري. علشان الدكتور حسام انا بحبه وبتفرج عليه كتير، فلو سمحت يا دكتور حسام من فضلك يعني مش عايزين طول الوقت يبقى نخش في نيات الناس. انت ضربت امثله وجميل، بس كان في افلام كمان كثيره طب انا عملت بشكل كويس. انا عاوز اشكر حضرتك والعدل
لانه فعلا من متابعتي لافلامكم لم تنزلقوا الى ما انزلق فيه الاخرون من تشويه وانا فعلا جاي النهارده عشان اقول الكلمه ديت، انه افلام الدكتور مدحت العدل فيما اعرف لم تنزلق الى هذه النظره السوداويه للطرف الاخر، شيطنه الطرف الاخر. نحن لا نقول ان التيار الاسلامي ده خالي من المعايب او خالي من النواقص، ولكن التيار الاسلامي كان فيه من يتطرف ويكفر المجتمع، كان هناك من التيار الاسلامي نفسه من التيارات السلفيه والتيارات الاخوانيه من يواجه هذا التكفير وهذا النمط من الفهم للدين، وبالتالي لم تكن العمليه عمليه رصد للواقع، بل كانت تضليل للواقع وشيطان للتيارات لاسقاط الشعب. عشان كده انا بدات الموضوع، لو سمحتوا ما تحطوش كل الاسلاميين في سله واحده، ولا تحطوا كل اللي مش اسلاميين في سله واحده. احنا الوان طيف مجتمع كتير، فينا اليسار وفينا اليمين وفينا العالي وفينا المجنون وفينا اللي عايز يقتل. عشان كده يعني مش عايزين ناخد الموضوعات بحساسيه. معلش انا بعتذر الاستاذ لمين جاي مرهق واضح وجاي تعبان، مفيش مشكله. لو سمحت الجمهور هيكون عنده فرصه حلوه. اتفضل. طيب انا هتكلم معاش 3 دقايق بعد اذنكم، لا لسه في وقت للجمهور، ممكن حد من العيله يجي. ممكن محمد اتفضل يا دكتور، بس عشان انا غير عليكم انتوا الاثنين، حرام عليكم يا جماعه. طيب بس تحدث بعدين هيرد. طيب بخصوص نفس هذا الامر، مساله هل حدث تشويه لتيارات معينه؟ حدث تشويه مفيش شك. مسلسل الجماعه مثلا العام الماضي انا ما اتفرجتش عليه، لكن اتفرجت على المقطع اللي بيظهر الشيخ حسن بنا بشكل سيء جدا، حتى في طريقته في الاكل وطريقته في الكلام وانه مادي وانه عايز اقول لكم ان الراجل ده ما اختلفش عليه حتى اعدائه عشان نظهره بهذا الشكل في الوقت اللي هو بيسبق انتخابات، في الوقت اللي هو اصبح هناك مناداه بالرقابه الدوليه على الانتخابات. ده امر له علاقه بالحكومه اللي لقت ان الامر بيخرج من ايدها وقد انها ما تقدرش تزور بما فيه الكفايه، فحدث هذا الصرف والانفاق الفظيع لتشويه هذا التيار، ودي حاجه مش محتاجه الحقيقه. الامر كان واضح للناس كلها. معلش يا استاذ الدكتور، حضرتك ما شفتش المسلسل، انا بقى شفته. اتفرجت على مقاطع كتير من مشاوير مش بس. اولا هذا المسلسل عكس ما كانوا يتمنون. حسن البنا طلع منه بطل، عشان تبقى بس سعادتك عارف. هو مسلسلات حسن البنا اتباعت في طوال شهر رمضان اللي فات باكثر مما تتخيل. الراجل اللي لف 4000 قريه علشان يحل مشاكل الناس الاقتصاديه في ظل حكومه مش عارفه تحلها، هم لم يكن يتوقعوا ان المسلسل هيجيب رد الفعل. ولما جت الحلقه 27 ودي في الكواليس وكان هيموت فيها حسن البنا، وتخيلوا تعاطف رهيب هيبقى موجود مع حسن البنا، فمنعت هذه الحلقات ولم يكتمل المسلسل. انا معاك في ان هو كان معمول لهذا الغرض، لكن في الاول وفي الاخر لم يتم الله. ماشي خلاص. طيب نتكلم على الشيء. انا شخصيا يعني فيلم الارهابي بيحمل ذكرى عندي اني كنت ايامها خاطب مراتي، وبعدين بتقول اسكت انا اتفرجت على فيلم بيطلع. ساعتها كنت لسه داخل الاخوان المسلمين، انا دلوقتي على فكره مش عضو في الاخوان المسلمين تنظيميا خالص بقالي 5 سنين، لكن ايامها كنت لسه داخل. ليه؟ وهي كانت قلقانه. هقول لك بعدين بس نعمل مناظره عن الموضوع ده واتكلم معاك، مش مشاكل ابدا، مفيش مشاكل. لكن ايامها انا كنت لسه داخل وهي كانت قلقانه، فقلت ده بيطلع اعضاء الجماعات الاسلاميه حتى فلاحين كده وبياكلوا بايديهم وماسكين الرز بلبن بياكلوا بسرعه يوسخوا دقنهم كده وبتاع. فاحنا ماشيين وهي بتقول لي جاب العربيه شفت البان سونيستا، رحت راكب قلت لها تاكلي رز بلبن؟ فبصيت كده قلت لا، رحت نازل جاي واحد هتاكل بسرعه وسخت نفسي فاترعبت. لكن هو كان فيه تشويه. انا اتذكر كويس جدا احد الكتاب الكبار اللي مش هجيب سيرته ان هو حبيبي قوي، حط البروفايل ايام القضيه بتاعت الفنان عادل امام والحكم عليه، حط البروفايل بتاع الافيش بتاع فيلم الارهابي على تويتر عنده. فبعت قلت له يا استاذ فلان لو سمحت شيل الصوره دي من على البروفايل بتاعك. قال لي انا حر. قلت له انت حر بس هي بتجرح شعوري. قال لي ليه؟ قلت له ان الفيلم ده كان فيه تشويه ليا ولاي حد بينتمي للتيار الاسلامي.
قال لي لا بس هو الفن كده، والفن فيه شيء من المبالغه لاظهار اللي انت عايز تقوله. قلت له كويس جدا. ده نفس اللي اتعمل فينا ايام ما كنت عايش في امريكا في افلام هوليوود اللي بتشوه المسلمين عموما. يطلعوا الطياره قبل ما يقوموا يخطفوها، يقوموا مصليين في الطياره ويقولوا اذكار ويقولوا الله اكبر وهم قايمين بتاع، فحصل تشويه لاي واحد يقول اذكار، اي واحد بيصلي، اي واحد ملتحي. هل انت توافق على افلام هوليوود بتعمله؟ اي لا، يبقى تقول له لو سمحت شيل بقى الصوره دي من على البروفايل بتاعك، وشالها بالفعل. الفيلم ده ما بقولش ان الصوره اللي طلعت مش موجوده، لا موجوده. النوعيه دي من الاسلاميين المتشددين موجوده، لكنها قليله جدا جدا جدا. الاغلبيه والمعظم تم تشويههم للاسف، حتى انه حصل لهم مشاكل جوه عائلاتهم مع زوجاتهم مع ابائهم وامهاتهم بسبب هذا التشويه. فالتشويه حدث بالفعل، وانا ارى ان لابد من ان الناس اللي قامت بهذا الامر انها تعتذر عن ما عملوه. جزاكم الله. بس دول الاعتراضيه قبل ما دكتور محمد ودكتور مدحت يردوا ان هم من اوائل الناس الذين هوجموا بسبب تقديمهم ما اطلق عليه البعض بالسينما النظيفه. في فتره من الفترات هوجم الدكتور محمد والدكتور مدحت العجب انهم يقدموا سينما نظيفه، هوجموا هجوم شديد. الاجابه بقى عند حضراتكم، هل ما تقدموه من تنميط؟ هو انا مستحيل المصطلح عشان كده انا يعني انا مش صاحب المصطلح، لكن انا شايف ان اي فيلم ايا كان هو بيحمل وجهه نظر، وزي ما المقاله يرد عليها بمقاله، فالفيلم يرد عليه بفيلم. قد يكون ما كان متاح قبل ثوره 25 يناير ان الاسلاميين لا يستطيعوا ان يردوا عن وجهه نظرهم، لكن اذا كان اصبح متاح لهم، انا متاح ليا ان انا اطلع إذا شفت شخص شاذ في وسط نمط، لأن أنا في الآخر إذا كان هناك محامي مرتشي أو قاضي مرتشي وطلعوا فيلم، هذا لا يعني أن كل القضاة مرتشين، وبالتالي أنا بدور على النمط الشاذ في هذه المجموعة. على الإسلاميين إذا كانوا هيدخلوا في المجال الفني كما سمعت إنه يرد الفيلم. أنا عارف إن ده ما كانش متاح ليهم قبل 25 يناير ومن حقهم إنهم ينفعلوا، لكن هذه الأنماط زي ما الدكتور قال موجودة في المجتمع، ولأنها موجودة في المجتمع فمن حقي إن أنا أعمل عليها فوكس. مش عايز أعمل زي ما كان بيتعمل، إذا طلعت ظابط حرامي لازم أطلع قصاده ظابط كويس عشان أقول أصل فيهم ناس كويسين. بغض النظر عن وجهة نظري في الفيلم، لكن بقول في الآخر لم يكن الموضوع أنا يعني إذا كنت أنا ضد الارهاب في الاسلام او ضد مجموعه من الارهابيين عملوا تفجيرات اللي هو ركز عليها في الفيلم، تفجيرات اللي حصلت في الاقصر واللي حصلت في الهرم وضد السياح ومشاورات كانت حادثه ونقاها. قد يكون مش كل، طبعا بالتاكيد مش كل الاسلاميين دخلوا في هذا الحادث، لكن دول كانوا موجودين وباعتباره هو ركز عليهم كان من الممكن انه يترد عليه، لكن هو ما اختلقش حادثه بالمناسبه، هو اختلق كان حادثه حقيقيه وركب عليها موضوع. وانا عن نفسي بعتقد ان هناك مشاهد داخل الفيلم ما كانش يجب ان تكون موجوده حتى بالشكل العادي وانا بطرح القضيه، لكن هذا يترتب عليه ان يكون قدامه نقد. في الاخر انا بعمل فيلم وحضرتك بتعمل فيلم ونرد على بعض الافلام، ما نمنعش افلام. فكره اللي حضرتك قلتها انا ما بدخلش افلام عربي، بدخل افلام اجنبي. انا يعني متخيل الا النادر، لكن بدخل احيانا لما يكون في حاجه متاكد انها جيده. ماشي، جيده ولا ماشي قبيحه؟ الاثنين. طبعا اول حاجه بسال عليها لان انا معايا اولادي وبنتي معايا ان ما يكونش حاجه قبيحه. طيب افضل الحاجه الثانيه تكون هادفه. انا بحب ندخل بالفيلم ونطلع نتكلم عنه، نتكلم عن الفكره بتاعته. لسه بتكلم مع الاخوه في بريتش كونسول، هاتوا فيلم ذا جريت ديبيترز بتاع جورج دانزل واشنطن لانه هيفيد البرنامج بتاعكم وتعرضوه للناس. فانا بقتني الافلام دي على فكره. ماشي اوكي، انا مش معترض، بس اقصد الفكره ان انا بشوف الفيلم، انا من حقي اشوف افلام ابني ما يشوفهاش. من حقي اروح اتفرج على فيلم سنه مش هيستوعب الفكره دي، فعشان كده اصبح هناك في افلام
تحت 18 سنه، وفي افلام مش اقل من 18 سنه، من اقل من 20 مش اقل من 16 بالشكل ده. لكن فكره الفيلم الاسره ده موجود في العالم كله، ان في فيلم اسره. جايز احنا عملنا فيلم اسره بدون ان نقصد، لكن يعني بدون ما يبقى ده الهدف بتاعنا، طلع افلامنا افلام اسره. لكن انا بقول لحضرتك من حق اي حد يعرض وجهه نظره بالطريقه اللي يشوفها، ومن حقك انك ترد عليها بنفس الوسيله اللي متاحه. اذا كان انا بعمل فيلم انت شايفه ضد فكر ما، على هذا الفكر انه يعمل فيلم يا يدعم فكره يا ضد فكري. وانا شايف ان هذه يعني قمه الديمقراطيه والحريه في طرح الاراء. يعني طبعا انا يعني الدكتور حسام بيقول ان احنا عمرنا ما قدمنا فيلم خارج السياق، وده يعني زي ما الدكتور بيقول مش هو ده حاجه نوعا من ضميرنا. احنا لما بنيجي نعمل فيلم انا ببقى في ذهني ان في بنات زي البنات هيخشوا يتفرجوا، فانا بحب اصنعه بالشكل ده. لما حد يعمل فيلم تاني مش بالشكل اللي انا بحب اعمله، انا ما امنعوش، انا اخلي الجمهور ما يروحش الجمهور زي حضرتك وزي الاول. يا جماعه لازم يربى هذا المجتمع، لازم يبقى فيه تعليم جيد، وفي الاخر نترك للناس حريه الاختيار. يعني المجتمع لازم يتبني من اول وجديد. انا ما اقدرش اعمل حد على دماغ الناس زي اللي حضرتك ضربتي مثلا الدكتور حسام بتاع امريكا، ان احنا ننقي الاغاني اللي نصدرها للناس عشان نقول لهم اسمعوا وما يسمعوش. ده قمه القمع والارهاب الفكري، ان انا حدد للناس يسمعوا ايه وما يسمعوش ايه. على فكره جون دويل هو مش معلش ما هو جون دويل عشان وانت حسام ابو البخاري وانا فتحت العدل مش عايزين لا يعني اللي قال كده ده من كبار يعني اساتذه التربيه في العالم. يا دكتور حسام على فكره هم بني ادمين واحنا بني ادمين واحنا لينا فكر وهم لهم فكر. يعني حته ان احنا نتخض من اسماء الاجنبيه، انا ما بتخضش من اسماء ولا حضرتك هي بتتخض، دي وجهه نظر هو حر فيها. لان في ناس تانيين اسلاميين وناس مفكرين وليبرال وناس محترمين جدا وبنحترم افكارهم وبيقولوا غير كده، بيقولوا اتركوا الناس ينقوا، اتركوا الناس يتعلموا من الخطا ومن التجربه. يعني في الاول وفي الاخر دي اراء تتقال ويترد عليها. طيب انا بس ليا تعليق على موضوع التقنين والمنع وهكذا. هو في الحقيقه احنا عندنا يعني الغرب عامه اللي هو متسم بالديمقراطيه والحريه والابداع وهكذا، عندنا افلام كتيره منعت. يعني عندنا فيلم مهم جدا في تاريخ السينما العالميه، البرتقاله الميكانيكيه. الفيلم ده تم عرضه، ومن كميه الجنس اللي فيه والعنف واللا اخلاقيه اللي فيه تم منعه، واللي منعه بنفسه المخرج نفسه. ليه؟ انه وجدوا حوادث عنف وحوادث عنف جنسيه بتحدث بنفس اسلوب اللي كان بيتم في الفيلم. فالمخرج نفسه اللي صنع الفيلم وفيلم على المستوى الاخراجي وعلى المستوى التقني المهني عالي جدا، هو اللي منعه بنفسه. فرنسا مثلا كانت منع لوقت قريب جدا فيلم اسمه معركه الجزائر، كان بيتكلم على حرب جبهه التحرير الوطني في الجزائر وحربها ضد الفرنسيين ومجازر الفرنسيين في الجزائر وهكذا. فاذا فكره المنع والتقييد كل مجتمع له منظومته الاخلاقيه والتشريعيه والقيميه والحضاريه، بناء عليه بيعرض كل ما يعرض على هذه المنظومه. المنظومه دي بتقنن في تشريعات وقوانين واجراءات وهكذا. اي حد بيعمل حاجه لازم تعرض على هذه المنظومه، والا فمن الممكن واحد سادي مثلا يعمل لي فيلم عن الساديه مثلا، واحد مثلا مهووس بالجنس يعمل فيلم عن الجنس وانواع الجنس والعنف الجنسي وهكذا. الامور لا تمشي هكذا، ولذلك الضغط القانوني ده ليس من اختراع الاسلاميين او ليس من اختراع الاسلام، بل هو ضغط وصلت اليه حتى الحضاره الغربيه في ادراكها لابعاد السينما وتاثير السينما وتاثير الدراما وهكذا. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اتكلم فيها، احنا كده عرفنا انا مش مناظر مع بس الدكتور حسام. انا على فكره بحبك جدا، بس للاسف ده بقى خلاص. الفيلم اللي حضرتك بتقول عليه ده اخراج ستانلي كوبريك، والفيلم رغم ان فيه من جنس لكن هو بيتكلم على العنف في المجتمع الراسمالي الذي يحول مجموعه من الشباب الى ناس مهووسين بالعنف وبالجنس،
والفيلم لم يتم منعه ولا يملك ستانلي كوبريك انه يمنعه. لا الفيلم منع طبعا، منع في امريكا. ستانلي كوبريك هو اللي منعه. لم يمنع في امريكا ولا يملك انه يمنعه، ده بتاع شركه لا يعني ايه لا يملك؟ لا يملك انه الفيلم لو وصل لمرحله انجزاء المجتمع يملك انه يمنعه. وحضرتك ارجع بس للفيلم وهتعرف ان هو تم منعه. استاذي انا دارس سينما على فكره. ماشي مش كده، دارس تاريخ سينما. لا انا بس هقول لك على حاجه، نمط عام، مفيش حاجه اسمها تخيل كل الافلام، في افلام بتمنع في الغرب ولا لا؟ لا سمحت. فيلم لاست ديبيتيشن الأفلام الأخير يمنع قبل ما يعرض، طالما اتعرض لا تملك تمنعه شركه الانتاج. لاست ديبيتيشن اتعرض في امريكا ومنع بعديها بعد المظاهرات. يمكن يا دكتور حسين لا كمل على نفس لاست ديبيتيشن اتعرض وتم بعد حصلت مظاهرات تم منعه. بص شفت انت قلت ايه؟ حصل مظاهرات، يعني في قضيه راي عام قوي هناك وضع قضيه راي عام. لو سمحت بس اكمل. انت بتقول نزل فيلم، حصل مظاهرات بناء على الفيلم، هنا بقى الموضوع بيتحول من شركه انتاج بيتحول لمجتمع قادر انه يماشي شركه الانتاج ويقفلها، لكن مفيش حاجه اسمها مخرج يقول العرض ينزل لا شيلوا الفيلم، لان الافلام دي بتصرف عليها ملايين، وشركات الانتاج بره شركات عملاقه هي اللي بتحكم الدول مش الدول اللي بتحكم. دكتور لو نزلت مظاهرات في مصر بمنع احد افلامك هتوافق؟ والله لو المظاهرات هوافق جدا. ليه ما وافقش؟ دعايه ممتازه. العالم بنتكلم مش عايزينه ليه؟ طيب اقدر اتكلم؟ انا عايز اتكلم. انا هروح انزل اقعد مع الناس والله. طيب انا عندي نقطتين عايز اقولهم. هما بيجربوا دايما كده. النقطة الأولى المشكلة الحقيقية اللي بين الشعب المصري وفنانين. لأن للأسف الشديد فنانينا منفصلين عننا شوية عن قضاياهم، عن مشاكلنا الحقيقية على فكرة. الفن استخدموه اليهود في خدمة قضاياهم. اليهود يعني كان من 50 سنة يتكتب على المطعم في أمريكا ممنوع دخول السود واليهود والكلاب. بعد كده بقت السود والكلاب بس. واليهود حكموا امريكا ليه؟ اشتغلوا بكذا حاجه في التعليم وفي الفن. من ضمن الاوبريتات الخطيره جدا اللي لما يشوفها حد بيتغسل دماغه ولازم يطلع بيحب اليهود، اوبريت مشهور اسمه فيدلر اون ذا روف. اوبريت رائع جدا مش عارفين، وهو عامل غسيل مخ للشخص المشاهد اللي بيتفرج عليه. لكن لما تبص تلاقي الفنان اليهودي عارف قضيته ايه، قضيه امته وبيحاول يعالجها. وده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان سيبوا الفن ايضا يخش يخدم الدعوه. لما البنتين كانوا بيغنوا عنده قالوا سيبهم عشان اليهود وهكذا. للاسف الشديد كانت معظم الفنانين مش هقول الكل ابدا الا من رحم ربي عندنا هم عايشين في عالم تاني، عايشين في عالم تاني بتاعهم بحفلاتهم بقضاياهم، واللي يقول لك ماشي ما انا تربيتي تسمح لي. لا بس معظم الشعب ما بيتقبلش هذا الكلام. معظم الشعب مش عايز ولاده يشوفوا. قول لي بقى انت ربي ولادك ما يخشوا، اربيهم ازاي؟ وانت عامل لي الحاجات دي كلها. لا انا معلش انا لما ببص على ممثل زي الباتشينو، زي ممثل زي دينزل واشنطن، الناس دي بتمنى يكون عندنا ممثلين كده، وكان عندنا مشروعات كده، وكان عندنا كده. للاسف ما كترتش ولادته منه واحد زي مثلا الفنان محمد صبحي. ده كان مشروع حاجه كبيره جدا، لكن للاسف الشديد كان نتمنى نلاقي كتير زيه. كتير زي دي نقطة. النقطة الثانية مسألة المشاهد بقى القبيحة ومش القبيحة. لا معلش أنا دلوقتي حتى لو في حد بيقول لي إن ده موضوع يحتاج إلى مشهد أو اتنين ساخنين. كلمة مشهد ساخن دي الكلمة اللي بيحب الفنانين يستخدموها، إحنا بنسميها قلة أدب. عشان خاطر هو الموضوع كده، هو الموضوع كده. أنا في دلوقتي فيلم لمحمد زياد اسمه 678. الفيلم ده عن التحرش الجنسي. انا عايز افهم ده لو كان عمله مخرجين تانيين، يعني حد معاه مش عايز اذكر اسمه دلوقتي، كان طلعه عامل ازاي؟ الفيلم ده حضرتك انا متفرج عليه مع ابني وبنتي ومراتي، مفيش حاجه واحده تمشي في الحياه وعن التحرش الجنسي. ايوه انا بقول الاتي، الفيلم ده على فكره الممثلات بتوعه مش محجبات، ايه واحده بس طلعت محجبات وفي ممثلين مطرنات، لكن الفيلم مفيش فيه حاجه مش في الشارع، فاحنا ما استغربناهوش، مع ان دي حاجات حرام على فكره، بس ما استغربنا كل اللي فيه في الشارع، لكن مفيش فيه قبولات. ما هو الشارع مفيش فيه قبولات، مفيش فيه رقص شارع، ما الشارع مفيش فيه رقص شارع، مفيش فيه ناس اسف يعني نايمين مع بعض في الشرير عشان ده ما بيحصلش في الشارع. انا لما بقول الخلاصه حضرتك وايه يعني لما نتفق على
ان في نظام عام ثقافه للمسلمين والمسيحيين في الدوله دي، وهي ان احنا اللي بنشوفه في الشارع واللي في الافلام، انما اللي بيحصل جوه غرف النوم احكي لي عنه، لكن ما تقولوليش بعينيا. قول لي فلان ده بقى هو ازاي، لكن ما تقولوليش هو بيخش على قدر الحكومه. وانا اشكرك جدا على صراحه. بصوا يا جماعه، الاساس في المناظرات الامام الشافعي قال، وقرات الكلمه دي المالي: ما ناظرت احدا قط الا وتمنيت ان يظهر الله الحق على لساني، مش على لساني، المهم الحق يظهر. والله وانا جاي قلت يا رب يظهر الحق على لسان استاذ جميل النظامي والدكتور مدحت العدل. المهم الجمهور يجي يسمع الحق، مش مهم مين بيكسب مين، هي مش مساله مش اهلي وزمالك خالص. المهم نطلع كلنا مجتمعين مش متفرقين. ويمكن من اجمل الناس بصراحه اللي اتكلمت معاهم في المناظره هو يعني الاخوه اللي معاك مش واحد. انا بس احنا تطرقنا الموضوع، حضرتك تطرقنا الموضوع اكبر شويه، حته اليهود بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. وده موضوع يطول شرحه، لان ده له علاقه بصناعه السينما، ليس له علاقه برغبتي اعمل ايه وما اعملش ايه. صناعه السينما صناعه كبيره جدا وضخمه جدا جدا. هذه الصناعه بتضخ فيها مليارات، وفي رؤوس اموال بتتحكم في فكر يتقدم. ولان سوق الفيلم الامريكي هو العالم كله، وهو يستطيع ان يصنع افلام ويوجه ويعمل المصانع العشر ويعمل، احنا ما نقدرش نعمل ده. ومش عايز اظلم فنانينا، لان انا اضرب لك افلام امثله بعشرات الفنانين العظماء في تاريخ مصر عملوا افلام رائعه زي احمد زكي وزي نور الشريف، واضرب لك افلام خالد بشاره وداوود عبد السيد والنوبه الجديده ويوم حلو ويوم مر، واقول لك 100 فيلم من الافلام الرائعه في تاريخ السينما المصريه. واخد بالك من جديد مش قديمه. ليه قديمه ليه؟ يعني 30 سنه احدث حاجه حكمتها دلوقتي، حاجه قديمه جدا. لا يعني فيلم المافيا مثلا بقى 30 سنه. طيب فيلم امريكا شيكابيكا بيتكلم عن الهجره الشرعيه للمصريين. يعني انت ذكرتهم دلوقتي. ده ما انا اصلا مش عايز اقول افلامي، انا بس بحكي لك. ايه قول افلامك؟ لا عشان كده ده تتفرج عليه. انا اصل احنا بنتكلم يعني الموضوع ما بيبقاش عشان الناس بس تبقى فاهمه يعني ايه يهود بيعملوا سينما. اليهود هم المتحكمين في السينما والميديا في العالم كله، ما تقارنيش بيهم. اليهود الذين منعوا فيلم عمر المختار يتعرض في اوروبا كلها، اتحداك لو السينما عرضته. ليه؟ لانه بيبين الاحتلال و محمد رسول الانسانيه الذي منعه الازهر هنا عشان نقط الرسول بين الضامره، الرسول نفسه ده حقيقي. فلم يعرض الفيلم. هذا الفيلم من الافلام الرائعه ولا يمكن يعرض بره. اليهود مش هيسمحوا انهم يعملوا. فالموضوع يا حضرتك انا مش بقول كلام غلط، بس عشان الناس تبقى فاهمه ان القضيه اكبر من ان الباتشينو بيخدم اليهود وانا ما بخدمش القضيه الاسلاميه. انا لو عايز اعمل فيلم عن فتح الاندلس هعمله واكلفه واتفرج عليه في مصر والعالم العربي، ولن يعرض في الخارج لو عملته على اعلى مستوى التقنيه. بس انا عندي رد على حضرتك في فيلم بارادايس ناو جنة الان لابو اسعد، هاني ابو اسعد، وده مخرج فلسطيني وعمل فيلم بارادايس الان الجنه الان عن 2 رايحين ينفذوا عمليه استشهاديه، واترشح لاوسكار وخد جوائز في اوروبا. اشرح للناس الفرق بين المهرجان وبين السينما. ماشي انا بس هكمل بس حضرتك تتكلم. اللي انا عاوز اقوله انه لا خلاف انه السينما المصريه يعني لم تلعب دور حتى الان في تغطيه حتى احداثها التاريخيه. يعني مثلا حرب 73 لم ينتج فيلم على مستوى حرب 6 اكتوبر. حتى لو كان هيتكلف مليارات، وهم السنه دي دافعين كام مليون دولار في المسلسلات. 4 مليار. الفكره مفيش اراده يا جماعه. يا دكتور حسام قول كلام لو سمحت، قول كلام بس لو سمحت. والله حضرتك اسمعني بس، لان انا كنت عامل فيلم مع الدكتور. لو سمحت انا بتكلم حاجه انا عارفها. طيب قعدنا 10 سنين مقدمين طلب نعمل فيلم عن اكتوبر. الفيلم احنا لو عملناه كشركه او 6 شركات هنقفل ونبيع جرجير او رز بلبن. واخد بالك؟ ما نعرفش نعمله. ما ينفعش اعمله. حاولنا 10 سنين طب ما ده دليل على اللي انا بقوله. هو مال يعني الجهد حضرتك كويس. بقول ايه؟ انه السينما نفسها
في هيمنه من الدوله وهيمنه من القياده السياسيه على الا تتحرك في مساحات معينه. يعني حرب 73 لازم يعمل لها فيلم. الغريب بقى ان تنتج افلام لما تراها تحس انه حرب 73 دي كانت لعب عيال، افلام كرتون بلاي ستيشن. وبالتالي فدي اراده للتاريخ، تاريخ الجيش المصري او تاريخ الدوله المصريه الحديثه ان هو يمثل ده. النقطه الثانيه اللي انا عاوز اقولها بالكلام على قضيه المشاهد الساخنه او الباحيه وكده. اذا كانوا هيكلمونا عن الحتميه الدراميه لهذه المشاهد، فنحن هنكلمهم ايضا عن الحتميه الشرعيه. يعني الحتميه الشرعيه ولا الحتميه الدراميه عندما نرى او نتعلق بتلك المشاهد. اذا الحتميه الشرعيه الناس مش موجوده، انت بتتكلم عنها. ماشي، انا ما بتكلمش انا بتكلمش متفق معاك. مش متفق معاك يا استاذي. انا قلت متفق معاك. انا قلت ايه؟ انا قلت بص بس يا دكتور، انا قلت ايه؟ انا قلت ان بقى اسمع فيلم انا مدحت العدل مش شرف بالله بيبقى في ذهني ان انا بنادي هشوف اتفرج عليه. خلاص ده مدحت العدل. اللي انا عاوز اقوله بقى ايه؟ اللي انا عاوز اقوله انه يا جماعه احنا كان يوسف شاهين دي كلمه بيقول ايه؟ انه الافلام قبل الستينات كانت عباره عن نسخه رديئه من فيلم الفرنسي. لما جه يوسف شاهين ومجموعه بقى بتاع السبعينات وخالد شاور عملوا افلام بتتعلق بالواقع، احنا كنا بنشوف افلام يعني غريبه جدا ما لهاش ولا طعم ولا لون ولا رائحه. طبعا كل الافلام مش جماعها يعني. وبالتالي فالفكره المتعلقه بانه لازم تكون ذاتنا الحضاريه، ذاتنا الثقافيه، ذاتنا المصريه متواجده في الفيلم، لا تكون انعكاسا للافلام الاخرى. بخصوص ايضا موضوع الباحيه، نقطه انا هسألها انا مش عاجبني حته الباحيه لان ده لعبه على الناس اللي قاعده. والله مش حضرتك ولا حضرتك ولا كلمه. لا انا هقول الموضوع اعرف المعلومه. انا بتكلم على حريه ابداع ولا هتكلم احنا نكبر الموضوع يا دكتور علشان ما نبقاش بنضحك على الناس اللي قاعده. انا بقول انا نقف ونقول ما فيش سينما عيال. لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على توظيف هذه الاباحيه في تدين الشعب. في واحد كان مؤلف سينمائي اسمه رشيد جبران كان بيتكلم انه بعد نكسه 67 تم فتح السينمات لعرض الافلام الاجنبيه اللي فيها مقاطع اباحيه بدون حذف. وكانت دي اراده من القياده السياسيه حتى تنسى كل الوكسه اللي احنا كنا فيها. اذا قضيه لا ده اغنيه على الممر على حرب 67 ضرب 100 فيلم. وبعدين على فكره بعد الانعكاسات وبعض الحروب في العالم كله بتسود موجه من الانحلال الاخلاقي. تمام، يبقى في توظيف لهذا الفن الهابط لتنميم الشعب وتدين الشعب وكذا. انت متفق؟ اتفقنا انه الانحلال الاخلاقي. اخر حاجه اقولها انا مش متفق على الانحلال الاخلاقي بس. ليه بقى؟ انا مش متفق على فكره انا مش متفق. انا متخيل السينما والفن بالانحلال الاخلاقي وبالشريعه وغير الشريعه لكل شيء مقياس. يعني اذا جيت تقيس الزلزال بقيسه مرتب، اذا جيت اقيس الارض بقيسها بالمتر. الفن لا يقاس بمنظور اخلاقي، الفن يقاس بمنظور الجمال ومعرفتك للجمال ومعرفه الحق والجمال. خلاص اما نيجي نتكلم عليه، اما نيجي نتكلم على الفن اذا كنت شايف ان يا ابني انت كادر يا اخواني عظيم. يعني انا بس بقول لحضرتك يعني اولا انت يعني عامل فوكس على فكره الاباحيه في السينما. لحظه يا استاذي، حضرتك عامل فوكس على فكره الاباحيه في السينما وفكره معامله الاسلاميين في السينما. طب انا هعمل فيلم عن مقتل من قراشي، هيعجبك؟ طبعا هيعجبك؟ اعمل فيلم يبقى جميل. هو حضرتك لو عملت فيلم لما اجي بقى اعمل فيلم عن كل الحركات الارهابيه اللي قام بيها الاخوان المسلمين على مدار تاريخهم هتقول ان انا بشاور الاخوان. لا بالعكس، بالعكس اعملوا بس خدوا رايهم. هم هاخد راي مين؟ اظهر رايهم في الفيلم ايضا. قول الراي والراي الاخر. يا استاذي انا بطرح وجهه نظري. الفن طرح انا بطرح وجهه نظري وعليك ان حضرتك تطرح وجهه نظرك. وانا بطرح وجهه نظري ان حسن البنا
قال ان ليسوا اسلام وليسوا اسلام وليسوا مسلمين وليسوا اخوان خلاص، ومعروف تاريخيا وهو ابتدى يقول يعملوا الحكايه دي. اما نيجي بقى دلوقتي يا استاذ الرحمه، اما نيجي لا حضرتك قلت لي ده مش صحيح مش صحيح. التاريخ بيقول اي تاريخ؟ انا منتظر يكتب التاريخ. لا يا استاذ التاريخ مش منتظر. كتاب التاريخ بتاع اخوان المسلمين هو على النصر. المره الجايه هجيب الناس الكل يسقفوك مفيش مشكله. خلاص يا استاذ. يعني لما اجي اقول الكلام اللي انا بقوله ده من مذكرات الاخوان المسلمين اللي كانوا جوه التنظيم السلمي، ومذكرات يوسف القرضاوي وهو خطبه من افكار المسلمين. على فكره هذا لسه ضد انا على فكره انا كتبت عن حسن البنا في مسلسل العندليب، اروع ما كتب عن حسن البنا زي ما انا شفته من وجهه نظري اللي انا شايفه من كده. انا مش ضد حسن البنا ولا انا ضد جمال عباس، كل واحد مهيأ لظرف ما انه يصنع دور لتاريخ هذا الوطن، نختلف او نتفق معاه نقول ده كان كذا او كذا، بس 100% حسن البنا كان بيحب مصر وجمال عباس كان بيحب مصر، كل واحد شايف بقى من منظور نختلف او نتفق عليه. فاحنا مش عايزين نختصر الابداع في اوضه نوم. خلاص مش عايزين طب تمام يعني خلينا نتكلم بقى في الابداع. خلينا نتكلم بص يا استاذ، هناك قصيده لحسان بن ثابت شاعر الرسول. اتفضل. انا عندما قرات هذه القصيده اول 4 ابيات فيها بيوصف الحبيبه زي ما كل القصائد القدام تمام، وبيقول كلام بيشبه بيها. انا تخيلت ان هذه القصيده مكتوبه قبل دخول الاسلام، ثم اكمل القصيده فلقيته بيتكلم عن غزوه بدر وانتصار المسلمين يعني معنى كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام سمع هذه القصيده وقراها وما قالوش انت ازاي بتتكلم عن حبيبتك وازاي بتشبه بيها. لو وجهه نظر في الفن نختلف ونتفق عليه، ما ينفعش كل ما يجي نتكلم يقول اصل اوضه النوم اصل اوضه لان الافلام المصريه مش كلها اوضه نوم. الفيلم اللي فيه اوضه نوم محدش يخشه، خلي الانتاج ويسر وما يعملش فيلم تاني في اوضه نوم. بس انت حضرتك نفسك قلت الشعب محتاج يوقف. انا لابد من تهيئه المناخ الطيب حسب ربنا قال لي حاضر يا ربي. اول حاجه الحاجه الثانيه اصل هو هذا الذي يشاع هو اصل ده ابداع، واصل احنا محتاجين ده عشان بعد ما ندخل الدراما الموضوع موضوع جيوب بعض المنتجين. يا جماعه الفيلم اللي بيبقى فيه ممثلات معينين وبيظهروا بشكل معين على الافيش طلعانها بصدرها وبشعرها وبالكلام ده كله، او في بوسه او 2 او 3، الفيلم ده بيعمل عشرات الملايين. اعلى فيلمين في تاريخ السينما المصريه جو ايرادات فيلم همام في امستردام امريكا الشريك، لا فيهم بوسه ولا فيهم نقطه عريان. انا اللي كاتبهم وكتبت الدكتور محمد مفيش ولا لقطه عشان مثلا حضرتك بتقول الفنانين منفصلين عن طالما منفصلين عن الشعب انت خايف منهم اساسا. انا مش عايزين ننتقل نخرج بقى على الصاله، سيبنا اوضه النوم نخرج على الصاله او اوضه الضيوف بقى. انا بعد اذن حضرتك عاوز بس اتكلم عن حاجه اخر حاجه. انا بس عاوز يعني اشوف دور السينما. طب اتفضل. لا عفوا احنا قدامنا نص ساعه دكتور ونص ساعه اساتذتنا الافاضل، ونص ساعه ديت هيبقوا لمداخلات الجمهور، ومداخلات الجمهور ديت بعد اذن حضراتكم هي يعني صميم مش قادر اقول مناظره بقى ما مش مناظره كده خالص، بس انا عندي تعقيب قبل ما ناخد تساؤلات حضراتكم. هذه هي وجهتين النظر اللي طرحوا في وجهتين نظر في بدايه المناظره كان يوجوك وكأن هناك حالة من الوئام والسلام. على فكرة في حاجات كتير احنا متفقين عليها، يعني احنا مش متفقين طول الوقت، احنا متفقين على اشياء الحق والحب والجمال هو رسالة الأديان وهو رسالة الفن وهو رسالة الإنسانية يا جماعة. هو تختلف المقاييس بقى، هو ده احنا بنتكلم عليه، تختلف وتتفق المقاييس اللي حضرتك ممكن تشوفه
بشع انا ممكن اشوفه جميل ومن غير ما يبقى فيه في اشياء انا لا اقبل ان انا اتكلم عن الله سبحانه وتعالى عن الرسول عليه الصلاه والسلام عن لكن ان انا اتكلم عن التاريخ الاسلامي فاقول انا كان هناك قتال بين المسلمين السيده عائشه وعلي بن ابي طالب كل واحد فيهم في جانب فتتهمني ان انا بتكلم عن اسلام وحش مثلا. لا ده تاريخ اسلامي وكانوا بني ادمين وغير معصومين من الخطا. انا شفت اسامه عبد الركاشه المرحوم يتكلم عن عمرو بن العاص الراوي كفروه وعمرو بن العاص كان سببا من اسباب الفتنه الكبرى وانتصار العالم الاسلامي الى يومنا هذا. ومع ذلك هذا الرجل هجم هجوم غير عادي لان هذه النظره المقدسه لحد مجرد انسان في التاريخ الاسلامي فتح مصر بتاع مصر تاريخ الانسان قال له يبقى خطأ ليه؟ لا يا جماعه ولو كان صحابي يبقى مش بني ادم يعني ما يخطئش يعني ما يخطئ ما يقولش النهارده عشان صحابي ايه النظره دي؟ يبقى عشان صحابي يبقى مقدسه يعني لا بالعكس صحابي يعني هذا الصحابي الذي قتل عمر بن الخطاب كان مسلما والذي قتل علي ناموس اسلام. لا سمعت بس بالراحه بس يا ابني اقعد يا ابني انت استاذ يعني ما حدث بين جيشي علي بن ابي طالب وعائشه رضي الله عنها كانوا مسلمين. انا ما عاوز اسلوب من اساسيات العقيده الاسلاميه انا صحابي وسط مفيش شك خالص. لا نقدسهم ولا حاجه يا جماعه ولكن بالمناسبه انا مسلم وحاجج وعارف ربنا وعارف طبعا برضه يا اخوانا بس هي نقطه هقولها انا لما ان التاريخ زي ما قلت حاجه هو كتبوا اعداء الاسلام وكتبوا اسلاميين ايضا. انا عندي كتاب العواصم والنقراص بيحكي موضوع الفتنه نخش ونعمل افلام في الفتنه بما يشيع السلام الاجتماعي مش بما يشيع القلق والمشاكل وكده. انا بقى كنت راجع من معرض الكتاب بتاع فرانكفورت في الطياره اللي شايله فاروق حسني وشايله الكتاب يوم ايام ما كان قامت المشكله بتاعت اسامه انور عكاشه. وانا في الطياره معلش هقول انا وكنت عايشين النهارده مش هذكر اسمائهم. الطياره كانت بتضج بلعن عمرو بن العاص. تعرفين واحد انت بتقول ايه؟ دعاء السفر عشان ربنا يبارك كده ونوصل بالسلامه. انا دعيت ربنا يوقع الطياره اللي انا قاعد فيها والله العظيم. الطياره كلها كانت بتضج بلعن صحابي اسمه عمرو بن العاص. هذا السبب الى هذا الحد كان تأثير عن عثمان وكشف الراجل يتهاجم الراجل غفور هذا حرام عليكم. انا ما كنتش عليه هو دلوقتي. مين الطياره اللي سمعت عثمان وكشف فلعنت؟ انا عايز اقول لك دلوقتي اسماء كتاب موجودين النهارده. انا بقول نظره انسانيه للاحداث دون تقديس لما لا يجب تقديسه عشان الناس تفهم ونتعلم التاريخ الاسلامي عشان ما نعيش الكرة. هو بس في حاجه هو ما دخل يا استاذ اسامه انور عكاشه في التاريخ الاسلامي؟ لا احد يتكلم عن التاريخ الاسلامي الا ان يكون متخصص في التاريخ الاسلامي. هقول لحضرتك ليه بس؟ هقول لحضرتك لا هقول لحضرتك في كتب التاريخ الاسلامي فيها كثير جدا من الاحاديث الموضوعه اللي وضعها الشيعه على سيدة عائشه وعلى سيدنا عمرو بن العاص وعلى كل من وقف ضد سيدنا علي. وبالتالي تمحيص التاريخ ده لا يا استاذ افهمني بس يا استاذ افهمني لكن تمحيص التاريخ هي الفكره. انا بقول لك ان الاسلام لا تقدس فيه اشخاص اذا كنا عايزين نحن لا نقدس اشخاص. احنا بس عندنا منهجيه انه مش عشان حضرتك بتتكلم لغه عربيه يا دكتور يا دكتور انا احترم ما نقولش انه كده. طب يا جماعه لم يتفرق احد اي كلمه او رساله اي صحابه. لا الدكتور لكن هو سبب الفتنه التي قسمت
احنا نتكلم باسم بعض. على فكره بس عايز اقول لحضراتكم على حاجه، احنا هنفضل ماسكين على فتيات النساء وعلى يا جماعه لو سمحتوا بس، لو سمحتوا يا جماعه اكيد يعني عارف ان سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن ابي طالب عاملين ده ايه يا جماعه لو سمحتوا بس عشان يعني هقارن بين حاجتين، هقارن بين ان القاعه دي كانت بتصرف الدكتور يفتح في حاجات معينه، وهي الان عدد كبير من حضراتكم خرج لمجرد اثاره موضوع مختلف فيه، فكره احترام الصحابه، احترام الصحابه واجب للجميع، فكره بقى تحميل الصحابه من الاشخاص لا يخطئوا دي حاجه ثانيه. لا بس من الصحابه محمد انا عاوز اقول كلمه 30 ثانيه. لا احد يتكلم في فن الا لما يتقن، مش عشان احنا بنتكلم العربيه نتكلم في علوم اللغه العربيه، مش عشان احنا مسلمين نتكلم في علوم الاسلام، مش علشان واحد مسلم يتكلم في التاريخ الاسلامي. الاقي يتكلم في التاريخ الاسلامي ده لازم واحد يكون عارف اول حاجه يعني الحديث ايه ده؟ حضرتك بتقول ده معلش مع احترامي انت بتقاتل الناس اللي عارفين، انا راجل مسلم وبقول الصحابه غير مقدسين، احترمهم على عنا وعلى راسنا، انت ممكن نقرا تقول هو معقول يستعملوا حاجه مش كده. انا بتقول ايه؟ انا قلت ايه غلط؟ انا اقول لك دون حضرتك قلت ان بنتكلم على واحد هو اللي سبب الفتنه الكبرى وقسم العالم الاسلامي لحد النهارده، ده مش هو خالص ابن سبأ وده يهودي وكانت فتنه وفي صحابه اخطاوا، لكن كان في شيء من اكزاجريشن حضرتك والتحامل شويه عمر معاذ بن العاص. ممكن نرجع السلامه نرجع السلامه احنا ليه ما بنتكلمش عن عمر بن العاص؟ انا هاخد من اليمين مستوى القضايا. معلش هاخد من كلمة حضرتك الأخيرة لما هو ما ينفعش خالص الأستاذ يتكلم والهجوم الفظيع ده يتكلم عن الصحابة، حضرتك مدينا شهور وفرصة بقالكم ساعتين وعلى شاشات الفضائيات آلاف الساعات بتتكلموا عن الدراما والفن ليه؟ احنا عشان يعني لسه دي الحاجه الوحيده اللي تبقى صح للاخر في المسار بتاع القناه، فمفيش اي مقاطعات من الجمهور اللي بيسال، ومفيش اي مقاطعات من المنصه للطرف الاخر. بعد اذن حضرتك. يعني ساعتين من الباشمهندس بيتكلم عن عاطف الطيب وعن تاريخ السينما اللي كلها اتشغلت كده عشان في رقاصه في السينما، واول ما جه سيره حد من الصحابه الدنيا اتقلبت زي ما حدش يسمع تلفزيون، زي ما حدش يعني لو سمحت حد يتكلم في الدين وهو مش متخصص، يا ريت الكلام عن الدعوه والفن اشوف بعد كده خلاص عايز الهاب يجري وعايز يقعد يتخصصنا، احنا مسلمين وربنا عارف مين كان احسن مننا. علينا ونتخصصنا كله يكمل هدوء بس كده ايه رايك نعمل لما يكون في مناقشه عن الفن والدراما اشوف انت مش واقفين، انت مش واقف توكيل الاسلام، احنا بنتكلم واحنا مسلمين. يا دكتور حضرتك بس يا استاذ محمد ممكن ارد عليك؟ ممكن لو سمحت يا محمد خلاص ما هو كده انا جاوب بقى، انا جاوب. اولا هجاوب بس على النقطه بتاعتنا وكل ده اتفضل مش سامعين. لما في كلام عن الدراما وعن الفن اسمع الدكتور مدحت العدل، اسمع ده سؤال عن السؤال تاني. اسمع الدكتور دينا الربيع اللي بسمعها بس مش طيب اسمع ناس فنيه مختلفه طيب اول حاجه انا عاوز حضرتك يا حضرتك منزعجه ليه مش عارف، فالموضوع مش محتاج كل ده. اول حاجه
حاجه ان حضرتك لازم تسالي القائمين على هذا الحوار لماذا استضافونا؟ هم استضافونا لاننا من التيار الاسلامي المعني بالفنون السينما الدراما وهكذا. سعيد بس وبالتالي احنا هنا موجودين علشان نتكلم من وجهه نظر اسلاميه، لا ما بنتكلمش عن تفاصيل العمل الدرامي والسينمائي والكاميرات وهكذا، احنا بنتكلم على نظره الاسلاميين للسينما بناء على اننا عملنا حاجتين. اول حاجه عندنا قدر من العلم الشرعي لا يؤهلنا ان احنا نتكلم في الامور الحياتيه. ثاني حاجه عندنا ادراك للسينما ومكونها وتاثيرها وتاريخيه السينما، واعتقد اي حد سمعنا ادرك ان احنا عندنا قدر ولو قليل من الالهام بالعلوم السينمائيه. لو اعتبرينا جمهور، اعتبرينا من جمهور السينما، ما تسمعينيش يا جمهور السينما؟ لا اتفضل. حوالي ثاني مرة. اتفضل. السلام عليكم. سؤالي للدكتور حسام والمنصوري. دكتور حسام على تاني؟ اتفضل. على فكرة لا على فكرة احنا بنختار طيب ماشي. لا 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 اتفضل. دكتور حسام حضرتك انزعجت من توجيه الفن للفيلم السياسي. حصل ده احنا متفقين في الموضوع. تمام؟ هو عموما الفن لا يوجه. الفن لو وجهي مش هيبقى فن يوجه. تمام كده؟ ومع ذلك حضرتك بتطلع فكره توجيه الفن برضه. فانا موافق على توجيه الفن، بس تضمني ان يوجه الفن من سلطه حاكمه يوجهه حسب منظور الفن او حسب منظور المجتمع مش منظوره هو اللي عايز يوصله لي. وتضمني اللي جاي بعد يعمل كده. اذا ضمنت لي هو انا اضمن الفن هيبقى توجيه بشكل سليم. يعني ما حصلش في اي دوله في العالم، ما حصلش في اي ثقافه في العالم ان الفن بتاعها يواجه كلمه شخص. اللي بيحصل على الاقل فن يا اما جيد يا اما رديء. والعمله الرديئه بتصل بالتقاعد زي ما بنقول. يعني كل الافلام اللي حضرتك باشمهندس صادق تخوف منها سقطت من ذاكره الفن. تمام؟ كل الافلام اللي كانت رخيصه ما بقتش موجوده، وباقي الافلام اللي جايه سقطت. احنا خايفين من ايه؟ يعني الفن سلعه رخيصه ما يعرفهاش غير البني ادم رخيص، اللي ما لهاش سينما هيلاقيها على النت. ما لهاش سينما هيلاقيها على النت، ما لهاش على النت هيقدر يتصرف ويجيبها. يعني كده كده هتبقى موجوده. فانا شايف ان التخوف من توجه الفن ده ليه مهاجس. طيب هو السؤال خلينا عليه بقى. عايزين حاجه خلاص يا دكتور. دلوقتي حضرتك انا شخصيا اعتقد انه المشكله الفن في مصر الان هي انتشار ثقافه الاستهلاك وثقافه الاحتراف فيه. مش هتكلم عن الاحترافيه. هقول الاستهلاك يعني انا بعمل مجتمع استهلاكي بشوف ناس بتستهلك كتير وتشتري كتير فهقدمه لهم. دي مشكله موجوده النهارده في الفن. الناس عايزه ايه وهو عايز عشان يشتري تذاكر ازاي فاجي يتقدم. المساله الثالثه ثقافه الاحتراف. انا عندي مجموعه قليله من الفنانين عمال انمي فيهم واكبر فيهم، لكن انا نفسي اشوف في كل مدرسه في مصر فريق للمسرح، ويتعمل مسرح في كل قريه في مصر. يعمل توسع افقي في الفن مش توسع راسي، مش ببني على 10 20 واحد موجودين في المجتمع عمال ازودهم من ملايين في جيوبهم وهم بيدوني ماده استهلاكيه. لا بالعكس، ثقافه الفن هنا مش زي ثقافه الرياضه عمال انمي في 70 80 لعيب كوره. لا انا عايز يكون عندي 500,000 لعيب كوره. الرياضه في مصر تحولت كده فرجه على الرياضه تبقى مناسبه للرياضه. نفس الكلام انا لسه اشوف نص شعب مصر ده عنده توجهات فنيه في كل المجالات الفنيه. دي الحاجه الثانيه حضرتك امر لابد من تحديد اطر وضوابط للفن بحيث ان هو يتوافق مع ثقافه المجتمع الشرقي المسلم المسيحي. كلنا عندنا ثقافه معينه واتفقنا على حاجه، وانا احيي الاستاذ مدحت الدكتور مدحت العقل لان انا اتفق معاك اللي هو اللي بشوفه في الشارع ولا على السينما. جوه البيوت وجوه اوض النوم ممكن تحكي لي ان واحد عرف ان مراته خانته في القصه، لكن مش تشوفوه تجيبوا لي وهو داخل عليها الاوضه وهي في السرير. ده منظر ده بيبقى صعب علينا وعلى اولادنا كلنا.
وفعلا الافلام دي بتسقط بس عمال يطلع عليها عشان بتجيب فلوس وهم بس منتجين عمليين فلوس. انما ثلاثه لابد من استخدام الفن والدراما في اهداف نتيجيه، زرع قيم معينه. انت بتبص بره تقدر تقول بتخدم حاجه معينه، قضيه معينه. عندك فيلم سينما، علوم سينما، عندك كل الافلام بتخدم يا اما ضد العنصريه، بتخدم. وفي افلام ساقطه بره ايضا، لكن انا ليه هقلب بره في الخيال؟ ليه ما قلبش من بره الحاجات كويسه؟ فانا ارى ان الفن في مصر لابد فعلا من ان احنا نتفق مع بعض على حاجه، وان احنا اللي بنشوفه في الشارع نشوفه على السينما. وفي هذا على اضيفه، هو في الحقيقه الفن موجه ومواجه في نفس الوقت، بمعنى انه الفن فيه لازم نتكلم ما وراء الشاشه. وراء الشاشه ده راس مال مرتبط بشركات عملاقه، مرتبط باداره حكوميه. على سبيل المثال في فيلم مهم اسمه لا جو داون لريدلي سكوت، مخرج امريكي معروف جدا. الفيلم ده بيحكي عن الحمله الامريكيه في الصومال، كان في بدايه التسعينات. انت لما تشوف الفيلم ده والجنود الامريكان وهم بيموتوا بيتذكروا زوجاتهم واطفالهم، تحس انه ايه ده بيموتوا ازاي دول؟ مع انه في الفيلم هو جايب مئات بل الاف من الصوماليين ماتوا، مع انه غزو دم على ارض الصومال. اذا هنا عمل ايه الفيلم ده؟ الفيلم ده بره غزو الامريكي للصومال. الافلام الامريكيه يا جماعه بررت وسوقت للعقل الجمعي الامريكي والعقل العالمي اباده مئات الملايين من الجنود الحمر على انها مهمه للرجل الابيض في القضاء على هذه الهمجيه الهنديه. وبالتالي فاذا كان هو موجه، هو فعلا موجه باراده سياسيه، لكنه في نفس الوقت موجه. في على الجانب الاخر كان في واحد من اهم دلوقتي كتاب السيناريو والمخرجين والمقص سيناريين في هوليوود اسمه حسام عاص، وهو فلسطيني، كان بيتكلم انه ريدلي سكوت هذا كان في تواصل مع علماء ناس، يعني علماء ناس بيتصلوا بيه علشان ياخدوا منهم افكار. وهو نفسه بيقول ريدلي سكوت بيقول انه كثير جدا من ابتكارات واختراعات علماء ناس كانوا بياخدوها من هنا من افلام الخيال العلمي. اذا الفن ده حاجه يعني فوق الوصف، بقت هو قادر الان على تكوين العقل الجمعي. وبالتالي فانت لما تعمل فيلم ما فيهوش اي حاجه، فيلم ما فيهوش اي حاجه، فيلم قصه يعني مهمه وكئيبه، هو في ذات الوقت ملأ عقلك وشغل ذهنك باشياء كئيبه، باشياء مهمه. اذا اللي احنا بنتكلم عنه ان الفن ده ممكن نغير بيه اجيال، ممكن نصنع بيه مجتمعات، ممكن ننمي بيه التعليم، ممكن يا جماعه في ناس بتذاكر طب، في ناس بتذاكر طب من المؤسسات الامريكيه اللي عن المستشفيات، جريز اناتومي وغيرهم. وبالتالي فده اللي احنا بنتكلم عليه. الفن ممكن يكون موجه وممكن يكون موجه في نفسه. ونعمل فيلم ضد الارهاب بتزعل. ايه؟ ما هو موافق ضد الارهاب. متى؟ ما تعمل فيلم ضد الارهاب، بس لما يكون فيلم موضوعي ناشئ اعمل ضد الارهاب الامريكي مثلا في العراق. بس على الناس وبس معلومه للدكتور بس ريدلي سكوت مش امريكي، على فكره ريدلي سكوت انجليزي. ماشي، مخرج امريكي يعني شغال في هوليوود اللي اخوه لسه جاي طول الصوت من كام يوم. وده انجليزي برضه اكيد. على فكره اكيد خارج جنسيه صح؟ مش كده خارج جنسيه؟ عشان بس نفهموا القرارات، اكيد مش كل الرافعين دول هيتكلموا. اكيد مش كل الرافعين هنا هيتكلموا. احنا قدامنا بس سؤالين وهنقفل السنه. سؤالين هم الاتين اللي هو في الوقفه هناك، وبعديها الاستاذ من البروجكت ده. تمام؟ هل في حد لما هخرج عشان بس اعرف اخد الاجابات؟ هنعتمد على ده؟ لازم نعرفه. انا مش هعرف كل الناس اللي كانت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا كنت عايزه بس اسال برضه الدكتور مدحت واستاذ محمد على مجموعه المناظرات اللي قالت انا عايزه افهمها شخصيا. التناقض الاولاني انا بس مش عارف الدكتور مدحت تقول لي عادي دلوقتي وبعدين كده انا بالهبل كده. ماشي اللي هو
انفعلت. انا اسف ان كنت انفعلت. انا على ديني وعلى وطني وقوميتي زي ما انتم عارفين. الحمد لله. طبعا الدكتور مدحت الاستاذ محمد مدحت مفكر وكاتب واحنا عارفين كلنا. الاستاذ محمد قال وصف الفن بحاجتين، قال الحق والجمال. وبعدها لما جه يتكلم من هيئه تاريخ الاخوان الدكتور محمد سال قال له بس اكتبوا وجهتين النظر بتاعه الاخوان وبتاعه الاخرين. قال له لا انا هكتبه بوجهه نظري انا. فين الحق؟ فين الحق والجمال؟ الاثنين الدكتور مدحت كان بيتكلم على عمرو بن العاص وقال عليه كلام محدد، فقال انا مظلومه، فقال لا مفيش حد معصوم من الغلط، مفيش تقديس بني ادمين. وده صحابي يعني عمرو بن العاص من المبشرين بالجنه من وحي اللي هو لا ازاي؟ مش بالعشرة مش بالعشرة. عمرو بن العاص صحابي تمام؟ أكمل ولا إيه؟ عمرو بن العاص صحابي تمام؟ وقال انا عايز اقول ده لا اصلا لو استمرينا حبه كلام يعني. عمرو بن العاص صحابي ومع ذلك الدكتور مدحت قال مفيش تخصيص للاشخاص. ولما احنا جبناها قال في يا جماعه نفس جدا انا راجل حاجات ربنا بصلي. طب ما حضرتك لما في تخصيص للاشخاص حضرتك حاجات ربنا بصلي. يعني كده دلوقتي الانتاج حضرتك من طبقات حاجه معينه. الحاجه الثالثه لما كنا بنتكلم دلوقتي حاليا على الافلام والافلام الاباحيه وكذا، كان بيتاخد الدكتور حسام من قبل الاساتذه ان ده دخول في المنيه وده يجوز تماما وما ينفعش يدخل في المنيه. وفي الاخر الدكتور مدحت قال على الدكتور حسام اللي هو ابو بكاري انت دلوقتي بتغازل القاعدين، طب ما انت تدخل في المنيه. فانا شايفه ان وجهه نظري لما مجموعه من المتناقضات اللي بالظبط اللي بنصدر لينا ان احنا زي بالظبط الارهاب الفكري لما بنعترض مثلا ان في صحابي قال حاجه قتل الارهابيين وقتل الجنين الارهابي، لا احنا عايزين نقاش سوي ما فيش داعي للقاء الطرق. احنا مش متابعين الفرد الحالي في انماط كثيره جدا جدا. انا بس هحيي حضرتك على اشكرك جدا. السلام عليكم. اولا اشكرك ثانيا انا لما بقول انا هعرض الفن والرؤيه ووجهه نظر ولا يمكن الفن رؤيتي ورؤيتك في نفس العمل. انا بطرح رؤيتي في وجهه نظر وعلى الاخرين انا بطرح رؤيته. زي النهارده لما واحد يكتب مقاله ما بيقولش انا هقول كذا والتاني هيرد عليا وكذا، بيقولوا وجهه نظر كامله والاخر بيرد وجهه نظر. دي مش ضد بعض، مش ضد الحق ان انا بطرح وجهه نظري وانت بتفتح وجهه نظرك والحق الجمهور اللي يشوف انا وفينا ولا ما كناش قعدنا قعده. احنا قاعدين عشان نقول وجهه نظر مختلفه والاخر ما نقرر الحلقه بنتمنى ان هذه المناظره الجمهور اللي جاي بدون فكره مسبقه هيقف مع مين؟ كان في دماغي ان الناس جايه عشان تقف مع وجهه نظر مش مع ترابيزه ضد ترابيزه. احنا حولنا الموضوع لاهل زمان. انا بشكرك. احنا طبعا عن اصحاب وكده. اولا انا ما كنتش بتكلم لما كنت بتكلم في النوايا ما كنتش بتكلم عن الحاجه ولا انا اول واحد قلت انا شخصيا كنت طلعت بعمل الافلام اللي بنات يتفرجوا عليها. انا شخصيا قلت ان انا ماليش علاقه بالاخرين لو وصلت شيء اباحي لا في افلامي ولا في اغاني ولا في مسلسلات. دي اول حاجه. انا ما كنت بتكلم على الدخول الدينيه لما كان بيتكلم الدكتور حسام على فيلم الغريب اللي كان بيسمعه كان عايز يتكلم على العهد، فبقول له لا ده دخول النوايا. انا وجهه نظري ان ده فيلم من اعظم الافلام، دي وجهه نظري انا وليس لها اي علاقه ان انا يعني حضرتك اصلا بفهم بس. انا بقول انا بحب، انا عايز اقول للناس ان انا بدور على دين، مش معنى ان انا بتكلم على
عمرو ناصر انا ضد عمرو بن العاص، انا عايز اقول ما معناه ان كل شيء وعاد الرسول عليه الصلاه والسلام وعاد الله ممكن نناقش الاحداث ونقول اخطا في كذا والرجل يخطئ في كذا دون ما نكون خارجين ان محدش يصدر لنا فكره ان احنا خطره او ان احنا بره فيه بس. بس كده حضراتكم في الصحافه فرق بين الخبر وبين المقال. الخبر ينقل وراء ينقل حدث فعلا، الخبر ده حاجه هي وجهه نظر، بمعنى لو في حادثه حصلت فانا اقول ان في حادثه حصلت. المقال اللي بحكي فيه وجهه نظري، وجهه النظر دي هتحمل الصواب وهتحمل الغلط، الخبر المفروض ده يحمل الصواب والغلط، الخبر هو الغلط للحدث. كذلك بالنسبه اذا هنعمل رقم من ان الفيلم وجهه نظر، الفيلم الدرامي وجهه نظر، الفيلم الواقعي هو اللي يستند حاجه كبيره جدا كده للعرض ويتم نظر مع بعض، وجهه نظر معنى ووجهه نظر ضد للوصول للنتيجه في الاخر. الحاجه الثانيه انجازي يعني انا اتكلم مع حضراتكم ده ان الاساءه الى الصحابه مرفوضه لاي حد ايا كان، ولكن هناك من الصحابه رفضهم وشرطوا في عقد السيده عائشه في حديث الجنه وليس كمل يا محمد كمل كمل يا محمد. السؤال الثاني ده وسؤال كتير انا اعتذر لكل من يعني طلب السؤال ولم نستطع سبب الانتهاء نحن معطين حق السؤال. احنا بنأكد لحضراتكم ان كان الهدف من هذه المظاهره زي ما حاولت في بعض المحافظات البلد وعرض الوجهه هي فكره ان يبقى في ازدياد معلومات، فكره ان يبقى في ثقافه في الحوار، فكره ان محدش يخاف انه يتكلم ويقول وجهه نظره ومحدش يتوصل بوجهه نظر اخرى ايا كان. انا اسمع وجهه نظر اخرى وانا عندي من السنين انا عايز اقول وجهه نظر دي. وجهه النظر ده يعني وذكرت من الدكتور خالد سليمان والدكتور سامر مجددي يعني صححوا لي ان يعني احد الائمه قال ان اذا رايت الرجل يتكلم عن الحق فيسير ولا يشوف فعلا انها معلوم ان هي لان الحق لا يحتاج الى سبب. ده صح. دلوقتي الدكتور حسام قال ان احنا ممكن نعمل فيلم عن حرب 67 وعن 73 كده. حضرتك يعني ما اعرفش حضرتك عندك المعلومات دي ولا لا، بس شركات الانتاج اللي يعني تكلفه الانتاج في رمضان كان مليار و200 مليون، 3/4 الشركات اللي عملت المسلسلات دي كانت شركات قطريه. ولم تستطيع اي شركه مصريه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي مصر بتمر بيها دلوقتي. ازاي حضرتك يعني من وجهه نظر حضرتك ازاي دلوقتي ان احنا نعمل فيلم بحاجه التكلفه بتاعت 67 73 ده هو السؤال ايه؟ السؤال الثاني هجاوبك بسرعه. لا خليني كلام سؤال السؤال الثاني في اول كلام حضرتك قلت كل مصاراتي والموسيقى ومحياي وحمد لله رب العالمين ان انا اعمل الفن بالطريقه دي. دلوقتي احنا بقالنا داخلين على سنه واكثر من سنه ونص والتيار الاسلامي هو اللي مسيد الموقف وهو اللي خد الحكومه كل حاجه. يا جماعه المهم حضرتك دلوقتي انا حضرتك بدأنا صلاه ازاي ان انا ازاي بنخلق الطريقه الاسلاميه وحضرتك على احنا اول ما ابتدى احنا الطريقه عليها انا هقدم سينما اسلاميه وسينما كويسه وتقدم للناس وقال انا هقدم مسرح كويس اللي موجود ويكون فيه الاعداد وتقاليد كده ولما هذا حتى الان فده تاني سؤال حضرتك ان ازاي حضرتك تكون التعامل بتاع حضرتك اللي هو ايه؟ اللي هو الابداع سؤال الدكتور فاروق سليمان اللي هو الابداع انا لازم اقننه ولازم اعمل بتاع هو ازاي يكون ابداع وانا بقننه اصلا يعني ازاي الابداع ده اللي الواحد يقعد يسرق مشاعره عن الناس وده فازاي يبقى مقارنه وحضرتك عايز تخليه شكرا. انا بشكر حضرتك. اول حاجه حاجه زي 73 6 اكتوبر 73 دي اصلا حدث قومي، حدث مصري، لازم يكون في انتاج
تقوم به الحكومه، تقوم به القطاع الخاص بمساعده الحكومه، نشوف له تمويل. يعني هو مصطفى عقاد لما عمل عمر المختار كان في تمويل حكومي، لكن كان في اراده وراء التمويل الحكومي هذا. لازم يتعمل فيلم يمجد الجهاد الليبي ويمجد الشيخ عمر المختار وهكذا. فبالتالي اذا كان في معوقات، انا اعتقد المعوقات الماديه ديت تافهه، انا بالنسبه لي كده، لانه كميه الاموال اللي بتصرف، كميه البذخ اللي بيصرف في الافلام والمسلسلات وهكذا، ده ممكن يعاد تدميره لمهمه قوميه. على فكره انت لو قلت ايوه انت لو عاوز، انا بقول لك طب انا زي ما قلنا معلش الناس اللي كانت بتتكلم عايزين تتفرجوا ماشي. انا فرصه يكمل، هو بيتكلم بشكل عام بره فكره الانتاج، بيقول ان الانتاج ممكن ينور عمر المختار موهبه عمر الغزالي، انا عارف، وبالتالي هو شايف ان الدوله عليها مهمه قوميه اللي هي تعلم الموضوع. هي المشكله ان الدوله لما تمول بس هتدفع وجهه نظرها. لا عبد الاسرائيلي ما فيهاش وجهه نظر، يعني ممكن يكون في تفاصيل، هو هيقول اسرائيل هي اللي بتسكت يعني التفاصيل، مثلا المعركه اللي كانت بين سعد الدين الشاذلي وانور السادات والثوره وما حدث فيها، ماشي وكان اصلي. انا عاوز اقول انا طرحت ايه الفكره دي؟ طرحت انه بما ان السينما ديت اداه فاعله في تحريك الجماهير، ودليل على ذلك انه كانت الاراده السياسيه لهذا البلد تريد ان تبعد الشعب عن انتصاراته، كمان تريد ان تبعده عن امجاده، وبالتالي لم تمنع لعمل افلام، بل جاءت عمل افلام دون المستوى حتى ينظر الشعب الى هذا الانتصار بنظره دونيه. يعني الافلام اللي اتعملت والله هكمل بس. انا عن نفسي ما اعرفش افلام اتعملت على مستوى عن حرب اسرائيل. لو في حضرتك انا مفيش بس هو بيقول فيه لا مفيش شغلات دي ما عملش. انا كنت حاكم الفيلم وكنت مصر ان الفيلم يبقى عن جميع ساعات الجيش وليس فقط عن طلبه اوليه عشان كده الفيلم. طيب هذا دليل اخر على توجيه الفيلم اللي انا بتكلم عنه. النقطه الثانيه اللي هو الفن بقى، وده هرد فيه على الاستاذ وهرد فيه على الدكتور محمد. اولا الذات الانسانيه اذا تركناها لمادياتها وطينتها وعواملها البيولوجيه اللي هي تسرح كما يقول الحدثيون او منظمي الحداثه، هتبقى آلة ميكانيكيه ماديه بحته فيها كل شيء بعيد عن ان يكون مقدسا. وبالتالي احنا لما بنتكلم عن النظره الاسلاميه اولا بننطلق انه الشرع نفسه بيقول، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قائلا للجيوش، كان رجلا سياسيا وكان رجلا يتزوج وكان رجلا يؤخي ما بين المهاجرين والانصار، كان رجلا اجتماعيا بكل ما تحمله كلمه اجتماعيا من معاني. وبالتالي فاحنا الفن هذا من منطلقنا الشرعي واللي عاوز يناقشنا بهذا اللي ناقشنا، ومن منطلقنا الواقعي انه الفن لو ترك للإباحية وترك للأهواء وترك لكل ما تصور له نفسه أنه يبدع كما شاء ويفعل كما شاء. أنت حضرتك بتتكلم عن الإبداع، في إبداع في الغرب لو أنا اتكلمت عنه كما حدث مثلا من واحد اسمه أندرس سيرانو لما عمل في روح اسمها التبول على المسيح، وجاء بصورة المسيح ووضعه في ماء مليء من البول. ده الفن اللي احنا بنتكلم عنه، الفن اللي اتكلم عنه عبد الوهاب المسيري في العمليه الجزئيه والعمليه الشامله عن المسارح التي يتم فيها عمليات جنسيه كامله، وفي اخر في اللحظه الاخيره في المسرح وفي المشهد بيتم قتل المفعول بها جنسيا قتلا حقيقيا. وارجع لعبد الوهاب المسيري في العمليه الجزئيه، وبالتالي فاحنا لا لما بنتكلم عن الابداع انا بتكلم عن بس انا بتكلم اذا اختلفنا في الفن، اذا كنا لحظه انا بديك ولا ليس في
العالم كله هو اللي بتسمع فيها اسم يا استاذ انا كلمت لك على فكره امثله كثيره وبالتالي ففكره الابداع انا بقول لك بالتالي اقرب منصه دي هذه مثلا بتعملها حاجتين قلب الصرار ما لهوش اي علاقه بالجنس اللي هو التداول على المسيح اسف والحاجه الثانيه اللي قلت لك عليها بمسرحيات كانت بتعمل في بعض الاماكن في امريكا. انا ادللك انا بس يعني انا داخل بس حضراتكم داخلين في منطقه تعويل الابداع اما انه تسييد الدين او انه شيء داعي وهذا غير موجود على الاطلاق ولا يدخل في اي تقييم واذا كنت بتقول على الاطلاق هتمنعوا من كلامي يا استاذ اذا قلت التشريع والشريعه تقول خلاص اذا كنا احنا مش عارفين النهارده الارض اللي بناخده ليه ولا مش كده وبنتخانق عليها ناس كتير مش ده على الشريعه برضه هذا حاجه بس الاسلاميين بيقولوا ايه والاخوان بيقولوا غيرها دكتور محمد هذا حاجه على موضوع الاسلاميين اولا طبعا الاسلاميين لسه حاكمين بقالهم ما يقرب من 20 يوم بس لان المكان الذي يحكم هذا البلد لكل واحد مناقض للقوانين السياسيه كان هو الدوله العميقه وصلاح المجلس العسكري فانك تهاجم الاسلاميين بناء على 15 يوم لكن عليك ان تحاسبهم بعد فعلا عقاب الوقت الكافي على فكره الاعمال السينمائيه والانتقال السينمائي من فتره لفتره يعني ده بياخد وقت كبير جدا يعني مثلا السينما لما انتقلت من مرحله ما قبل ثوره 23 يوليو واللي بعدها اخذت فتره كبيره جدا وحتى تسمع الراجل بيقول انا حتى الاشياء الواضحه مختلف عليها بين الاسلاميين والراجل ما حكمش حد يقول لك لا هو الوضع حرام ولا حبيبي خلاص يا محمد طبعا مفيش اي مشاكل عايز اقول لحضراتكم ان المناظره مقدمه 25 سبتمبر ان شاء الله حوالين استقلاليه الاعلام زود الاثنين معالي بورس يا شباب يعني لو سمحتوا معالي بورس عنده المناظره ممكن يسلموا هو خارج لو سمحتوا